السلام عليكم، وعليكم السلام، عليكم السلام، مساء النور الجميع. مساء النور جميعًا، فأنا سعيدة بالتواجد ديالي معكم اليوم للتطرق لواحد الموضوع مهم جدًا وموضوع شائع اللي ولينا ن نهتموا له بزاف، ألا وهو التوتر خلال الفترة ديال اجتياز المباريات، خلال داك الفترة أو بعد الفترة ديال اجتياز المباريات اللي فيها انتظار النتائج إلى غير ذلك. ف هذا الموضوع فهو غنتطرقوا له اليوم من جميع الجوانب إن شاء الله. فغنحاولوا نشوفوا من الجهة النفسية، من الجهة الجسمية والجسدية كذلك. قبل ما نتطرقوا إن شاء الله لاجتياز المباريات، غنحاولوا إن شاء الله نهضروا على التوتر بصفة عامة. شنو هو هذا التوتر؟ شنو هو التأثير ديال التوتر على الصحة النفسية والجسدية؟ بحال اللي كتعرفوا جميع كاين واحد التواصل كبير بين العقل والجسم. فهاد التوتر خصنا نعرفوا جميع أنه هو ليس بحالة مرضية، وإنما هو واحد ردة فعل كيقوم بها الجسم، ديال الجسم، سواء جسم رجل أو جسم امرأة، في واحد النوع من الضغوطات. هادوك الضغوطات إما شي حاجة كنكونوا مثلًا بحال المباريات، يعني واحد الفترة كتكون مهمة في الحياة ديالنا، أولا عندي واحد الموضوع اللي كيشكل لي واحد الضغط نفسي معيّن. فهاد التوتر قُلت من قبل فهو واحد الحالة نفسية أو ردة فعل كتكون طبيعية في الأول. يعني ما يمكنليش عندي واحد المباراة مثلًا أو مباريات عديدة وما غاديش نستريسي ولا ما غاديش نتوتر. فهذا ردة فعل كتكون عادية، ولكن هاد ردة فعل كدير لنا واحد التأثير نفسي وضغط نفسي معيّن. يعني هاد التأثيرات ما كتكونش يعني ما كتكونش بالسهل، الجسم ديالنا ما كيتقبلهاش بسهولة. فكاين تأثير جسمي جسدي، وكاين تأثير نفسي. فملي كنكونوا في داك التوتر لحد الساعة كنهضر على التوتر الطبيعي والعادي، يعني اللي كيشعر به أي واحد فينا. bien sûr كتكون عندنا واحد الهرمونات اللي معروف كتسمعوها جميع بلا شك. كيكون عندنا واحد الهرمون الكورتيزول اللي ملي كيطلع في الجسم كينقصنا من التوتر، كيطلع لنا من القلق. غادي نطرقوا لهذا الموضوع إن شاء الله في المذاكرة ديالنا من بعد. فبالنسبة لهذا التوتر قُلت كيكون عادي لحد ما كيتخلّط بالخوف، وهو اللي غنهضروا عليه اليوم أكثر. هاد التوتر كاين جوج الأنواع إلا بغينا نبسطوه. كاين التوتر اللي كيكون موجب، ce qu'on appelle حنا في علم النفس التوتر اللي كيكون le stress fonctionnel، اللي كيكون موجب في الجسم ديالنا، اللي كان خصنا نعيشو. يعني ما يمكنناش نعيشو بلا ما نستريسيو. يعني واحد اللي كيكون constructeur، يعني داك الstress أو التوتر كيقدر يعاون الجسم ديالنا في أنه كيقدر يطوّر من المهارات ديالو، كيخلينا أكثر انتظام، أكثر يعني كتكون عندنا واحد القابلية أكثر في تطوير المهارات ديالنا بهذاك التوتر اللي كيكون موجب. مثلًا عندي واحد المباراة خصني نجتازها، فعندي واحد التوتر اللي كيجي بأفكار معيّنة اللي كيخلّيني كنوجد لداك المباراة، كيخلّيني كنستعد نفسيًا وجسميًا وهرمونيًا وجسديًا لداك المباراة. فهو اللي كيخلّيني أكثر قابلية لتطوير المهارات ديالي. فلحد الساعة كنهضروا على توتر اللي هو طبيعي جدًا، وكيكون يعني كيعاونني في الحياة باش نحاول نحقق بعض الأهداف معيّنة اللي كنقدر نوصل ليها بصفة أو بأخرى، وغنهضروا عليها حتى هي من بعد. فهنا التوتر اللي كيكون سلبي أولا اللي كيكون dysfonctionnel هو اللي كيتخلّط بالخوف، بالأفكار السلبية اللي كنجيبوها من الطفولة، من المدرسة، حيت كيف ما كنعرفوا جميع أننا حتى حنا كنهزّوا واحد الطفل فينا، سواء وحنا كنكبروا داك الطفل كيبقى بالداخل ديالنا اللي كيعبّر حتى هو على نفسيته، واخا كنزادوا في العمر وكنطوروا في المهارات النفسية إلى غير ذلك. فهنا ملي كيكون داك الخلط بين التوتر والخوف، هنا فين كيكون هذاك التوتر dysfonctionnel، وهنا كيأثّر لي على الصحة النفسية، كيعطيني
كنولي شخص أكثر، يعني داك الطبع ديال داك الشخص بالدارجة كنقولوا حنا الطبع ديالو تغيّر بهذاك التوتر اللي كيعيشو سلبي. وهنا التوتر ملي كنعيشوه بواحد الانتظام يعني كيتعاود نهار ويومين و3 أيام و10 أيام وشهر، يعني الشدة والحدة ديال التوتر كتزاد، فهنا كنقدروا نطيحوا في ضغوطات نفسية ولا أمراض نفسية. دونك إلا بغينا نبسطوا هذا التوتر فهو ليس بمرض، ولكن كيكون قابل أنه ولا كيحاول يخلق لنا أمراض متعددة، منها الأمراض المناعاتية، منها الأمراض أو ما يسمى بأعراض الجسدانة les troubles somatiques اللي الناس كيعانيو منها دابا بزاف. مثال أعراض الجسدانة بحال مثلًا الناس اللي كتعاني من الشقيقة بزاف، أو الناس اللي كتعاني من دقات القلب متسارعة ce qu'on appelle l'hyperventilation cardiaque. يعني ناس كتلقاهم كيمشيو عند أطباء مختصين في الأمراض ديال القلب والشرايين، فالطبيب كيقول لك بهذا المعنى ما عندك والو، الأعصاب في القلب أولا التوتر اللي وصلك لهذه الحالة. فهنا دابا ولينا كنهضروا على توتر سلبي أو dysfonctionnel اللي كيتخلط بمشاعر سلبية وكيعطيني هاد الأعراض ديال الجسدانة. bien sûr كيكون القلق، كيكون الخوف، كيكون التوتر، وبعض الأحيان كيؤدي حتى للهلع. يعني كيولي هذاك الشخص عنده أفكار سلبية، كيعيش في واحد الحياة أفكار مليئة بالسلبيات اللي كتجي من هذا التوتر هذا اللي dysfonctionnel. فهذه بصفة عامة اللي نقدر نحاول نلخص، غادي نقول بأن التوتر ليس بمرض، وإنما قابل على أنه كيدير ليا أمراض نفسية وجسمية من بعد، وجسدية كذلك. ملي كيتخلط مع الخوف والخوف منين جا داك الخوف هو مجموعة الأفكار اللي كتقدر ديك الساعة كتغلب عليا بصفة أو بأخرى. فهنا غادي نحاول نربط التوتر بالمباريات. فحنا المباريات أو ما يسمى إما مباريات أو لا عشنا أصلًا في طفولة فيها الخوف من الامتحانات، الخوف من الرسوب في الامتحانات، فهذا اللي كيخليني أنا غادية وكنكبر وهاد الأفكار كتراكم. لأن هاد الأفكار اللي عندي دابا أنا في هاد الدقيقة هُما أفكار جايين من طفولة، جايين من أفكار عائلية، ثقافية، مدرسية إلى غير ذلك. فملي كنمشي أصلًا ندوز داك الامتحان كنمشي بأفكار مسبقة، داك الأفكار ديال أن اليوم غادي بغيت نتطرق لواحد الحاجة مهمة جدًا، هو ثقافة الفشل، الثقافة ديال أنني غنمشي ندوز واحد الامتحان وأنا خايف لا نسقط قبل ما كنمشي ندوز داك الامتحان. يعني غادي واحد الفكرة أصلًا راسخة في الدماغ ديالي أنني غنقدر ندوز داك الامتحان. هادشي إلا قلت غنقدر، لأن كاين عاوتاني بعض الناس اللي كيقول لك ما غنقدرش وما غنوصلش وما غادي غير غادي باش نمشي. دونك هادو أصلًا كنمشي وأنا لو سيرفو ديالي كونديسيوني، يعني الدماغ ديالي كيكون صافي بحال بروغراميتو على داك الخسارة وعلى هذاك الفشل. en même temps أنا إنسانة كنخاف من الفشل. فعلاش كنخافوا من الفشل؟ لأن تربينا في واحد الثقافة مع الأسف، أنا ما كنعممش ولكن بصفة عامة ما كنعلموش مع الأسف داك الوليدات إما في المنظومة التعليمية أو حنا كأشخاص كآباء أن الفشل فهو ما هو إلا ساروت للوصول للأهداف. فكنعلم داك الطفل ديالي أنه إلا ما نجحتيش في الامتحان، إلا ما جبتيش نقطة عالية في الامتحان غنغضب عليك أو غنتقلق عليك أو ما غتكونش ولدي أو ما غتكونيش بنتي أو غادي تحاول داك الصورة ديالنا حنا كأطفال في وسط داك العائلة الصغيرة اللي هو الأب والأم. كنحاولوا نديروا الجهد ديالنا باش كنحاولوا نقدروا نكونوا في المتطلبات ديال داك الشيء اللي كيطلبوا منا الآباء ديالنا. وهنا كتركب فينا داك ثقافة الخوف من الفشل. هاد الشيء كنلاحظو حتى أنا في بزاف ديال الناس اللي كيزوروني في pour des consultations. كيقول لك بغيت كلشي، بغيت نوصل ولكن ما بغيتش نسقط، وبغيت ننجح وبغيت نخدم وما بغيتش نسقط. يعني عندنا دايمًا داك الخوف من الفشل ومن الرسوب. وهنا خصنا نعرفوا جميع بأن باش نخدم على الفشل ديالي خصني أولًا تقبُّل النفس وتقبُّل الذات والخدمة على الثقة في النفس، والخدمة على الثقة كذلك أنني نتقبل راسي، يعني l'acceptation de soi. كلنا بدون استثناء عندنا نقاط ضعف ونقاط قوة. نقاط الضعف نخدم عليهم باش يتطوروا، نقاط الضعف راه نخدم عليهم باش يتطوروا، ونقاط القوة كذلك غادي نقدر نخدم عليهم باش نقدر نزيد بهم لقدام. فالفشل أولا النجاح فهما بجوج بهم زوينين وخصهم يكونوا في الطريق ديالي. يعني باش ننجح خصني ولا بدا نفشل، يعني باش نقدر ننجح خصني ولا بدا ندوز واحد الطريق اللي فيها نوع من الصعوبات والتحديات. نقدر ننجح في واحد التحدي، وإنما نقدر واحد التحدي نرفض فيه آخر، ولكن ما كيعنيش أنني ما غاديش نقدر نخدم عليه وما غنقدرش نوصل لهذاك الهدف اللي أنا باغي نوصل له. c'est-à-dire إلا حاولت النجاح فغادي إلا نجحت غادي نطور من المهارات ديالي أحسن فأحسن، وإلا سقطت غنتعلم ونخدم على نقاط الضعف ديالي. يعني في كلتا الحالتين أنا رابح.
هنا تعلّمت وهنا خدمت على المهارات ديالي. فإلا حاولنا نغيّروا الصورة ديال الفشل ونحاولوا، لأن ملي كنمشي لواحد المباراة معيّنة، فأولًا بعدا كنمشي وأنا مخلوع وأنا عندي أفكار مسبقة. ونرجع للفكرة الأولى اللي قُلت، ملي كنمشي ندوز واحد المباراة ما يمكنليش ما نتخلعش، ولكن كيفاش كنتخلع هذا هو اللي كيدير الفرق بين شخص وآخر. فشكون اللي كيخلّيني كنتخلع أكتر هو هادوك الأفكار اللي كتحاول تراودني في هاديك الفترة اللي أنا في غنى عن هادوك الأفكار. يعني غنمشي غنلقى ناس كتر منّي، كاين عندنا كذلك ثقافة المقارنة اللي كتخلّيني دائمًا أنا كنحطّم من المعنويات ديالي وكنحطّم من القدرات ديالي، وكنشوف دائمًا أن الشخص الآخر هو اللي أقوى منّي، هو اللي يقدر يتخطى هادوك الصعوبات. وكننسى أنني أنا إنسانة ما وصلت لهاد المستوى اللي أنا فيه إلا وعندي قدرات. بالحق كنبقى مع الأسف كنركّز على كل ما هو سلبي وكنسى نقط القوة ديالي. هاد الشي بحال اللي وقع لنا في هادي بين قوسين، بحال اللي وقع لنا في الوقيته ديال الكوفيد. فكنا عندنا بزاف ديال الحوايج اللي كنعيشوهم في اليوميات اللي ما عاطينهمش أهمية كبرى. نهار اللي عشنا في داك الوقيته ديال الكوفيد بقينا كنقولوا يا ربي نمشي غير للحانوت نجيب شي حويجه ونشم الهوا ونرجع. هاد الشي عنده علاقه أنني عندي بزاف ديال القدرات، ولكن بقوة الأفكار السلبية اللي كتراودني، هادوك القدرات ما كنعطيهمش أهمية. كنبقى دائمًا نطمح أنني كنقارن راسي بالآخر وكنحاول نشوف داك الشي اللي ما عنديش أنا وعند الإنسان الآخر. هو في واحد الجهة مزيان، وإنما نحاول ن ن ن تكون عندي ثقافة المقارنة مع نفسي فقط. يعني كل واحد فينا يقدر يحاول يجلس مع راسو ويعرف نقط الضعف ديالو ونقط القوة ديالو، لأن pour avoir un équilibre باش نقدر ندير واحد l'équilibre في الحياة ديالي، خاص يكون عندي الموجب، يكون عندي السالب، نخدم على السالب ديالي. وحتى داك السالب ديالي كاين بعض النقط السلبية كتكون فيّا يمكن ما كتقيش القدرات ديالي. فنقدر إلا كانت واحد الحاجة ما كتقيسنيش بزاف أو ما كتخسرش لي واحد النوع من اليوميات ديالي، فغادي نخدم عليها بشويه بشويه. وكاين الحاجه اللي غتكون سلبيه فيا غادي نقدر نخليها باش نقدر يكون عندي واحد التوازن نفسي معين. فبصفة عامة فهاد الفشل نحاول نخدم عليه، وكذلك نخدم عليه بالثقة. نحاول نخدم على الثقة في النفس ديالي. كيفاش غنخدم على الثقة في النفس؟ الثقة في النفس فهي ماشي شي حاجة اللي كتخدم بين ليلة وضحاها، فهي مجموعة الأفكار اللي كنحاول، حنا كنعيطوا لها في علم النفس لا بونسي لا كونتر بونسي، أو ما يسمى بتقنية الاستبدال. يعني نحاول نجرد كاع دوك الأفكار اللي عندي على الذات ديالي، الأفكار اللي عندي على القدرات ديالي، الأفكار اللي عندي على كل ما كنقدر نقوم به، وأنني خصني نثيق بالشخص ديالي بدون أنني نقلّب على الكمال أو نقلّب على la perfection. باسكو كاع الناس عندهم qu'ils ont tendance à chercher la perfection. دائمًا الناس اللي كتحاول تقلّب على الكمال في كل شيء، يعني لا سواء عندها علاقة لا بالتوتر ولا بالمباريات ولا الأفكار اللي عندي ولا بالأهداف اللي عندي. فنحاول باش نخدم على الثقة في النفس ديالي، نخدم على كل ما هو موجب فيّا وكل ما هو سالب فيّا، ونأكد على أنني نخدم دريجة بدريجة. يعني دائمًا نبدأ باش نخدم على الثقة في النفس، نحاول نبدأ des micro objectifs، يعني تحديات أولا أهداف صغيرة باش نقدر نثيق في راسي أكتر ونقدر نكبّر داك le niveau اللي بغيت نوصل له بشوية بشوية. شحال ما خدمت شوية ووصلت للهدف ديالي صغيور، شحال ما كتكبر الثقة في النفس ديالي. هذا هو الغلط اللي كيديروه بزاف ديال الناس، أننا كنديروا أهداف كبيرة وملي كنحاولوا كنبداو، والأهداف حنا عارفين جميعًا باش كنوصل لواحد الهدف فيه مجموعة من التحديات، مجموعة من الصعوبات، مع الأفكار اللي عندي أنني أنا كنكون إنسانة غير قادرة، إنسانة غير متمكنة. ملي كنبدا واحد الهدف وكنرسب فيه من يمكن من الضربة الأولى، يمكن من الثانية، فهاد الشي كيعطيني واحد بحال قلتِ بحال قلتو كنغونفورسي، يعني كنقول صافي عندي الحق دونك أنا إنسانة غير قادرة. فإلا بغيت نخدم على الثقة في النفس فكنبدل أولًا الأفكار ديالي اللي عندي على راسي، وكنحاول ندير ثقافة التقبل l'acceptation مهمة بزاف. يعني je m'accepte comme je suis، نحاول نتقبل راسي كيف ما أنا ونخدم على أهداف صغيرة فقط. وبيان سور هادشي كلّه نحاول نخدموا في واحد l'environnement، يعني في واحد فين ما كان، يعني سواء في العمل ديالي ولا في البيت ديالي، نحاول نعيش في واحد l'environnement اللي يكون positif، يعني اللي الناس حتى هُما كيشجعوني، الناس حتى هُما كيعطيوني ثقة في هادشي اللي كنقوم فيه أكتر. وحتى إلا ما كانش حتى هو عندها حل، فغنبقى نخدم ولو أنني غنسمع هاد يعني هاد التعليقات من طرف الناس الآخرين. وكذلك نخدم على واحد النقطة مهمة جدًا،
هو أنني نحاول عوض ما نجرد الذات ديالي، يعني عوض ما ندير تأنيب الضمير في داك الشي اللي كنقوم فيه، فنحاول ندير واحد l'auto évaluation، نعرف راسي هاد الحاجة درتها مزيانة في هاد الوقت، هاد الحاجة درتها يمكن ما كانش عليا نديرها، وإنما دابا تعلمت منها، مرة أخرى غادي نستبدلها بفكرة أخرى أولا بموقف آخر أولا أمور أخرى معينة. فعوض ما نجلد الذات ديالي في واحد الوقت اللي أنا في الغنى على جلد الذات، في الغنى على تأنيب الضمير، فنحاول يعني ندرس أموري بسلاسة وببساطة وبهدوء باش نقدر تكون عندي قابلية أكثر في الإصلاح وفي الخدمة على النقاط ديالي ديال الضعف ولا النقاط اللي حاولت نغلط فيها. هذه من جهة ديال الفشل. كذلك من جهة ديال الثقة في النفس حتى هي مهمة بزاف، أنني تعاوني في الخدمة على التوتر، وبيان سور نحاول نجرد حتى الأفكار اللي عندي. بيان سور غادي يكون عندي افكار اللي جايه من الطفوله، ان في الامتحانات دائما كانوا تيخلعونا شي شويه. حنا حتى في علم النفس عندنا لو سيندروم دو باك، داك الباك قبل ما نهضروا على المباريات من بعد ديال الخدمه، فكنطلعوا بالامتحانات الاشهاديه، كنخافوا منها بزاف. المنظومه التعليميه شي شويه حتى هي كاين البعض، ماشي كلشي باش ما نعممش، كيخلعونا شي شويه بالامتحانات وكيعطيونا واحد الخوف كبير في داك الامتحان. يعني كندخلوا دائما وحنا كتلقى الطفل باقي صغيور وعنده هاد التخوّفات من الامتحانات. إلا خدمنا على تقبُّل الفشل وخدمنا على الثقة في النفس وحُب النفس، لأن حُب النفس والثقة في النفس فهُما بجوجهم. فإلا خدمنا كذلك على الصحة الجسدية وعطيناها أهمية، مع الأسف ما تنعطيوش أهمية للصحة الجسدية، وكنساو واحد النقطة مهمة جدًا، أن كاين تواصل عميق ووطيد بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. إلا كانت عندي تغذية سليمة وكانت عندي كنخدم على الراحه ديال الجسم ديالي، يمكن بالممارسه ديال الرياضه، يمكن كذلك بالقيام بزاف ديال الحوايج دابا اللي كيداروا باش الجسد ديالي كيكون اكثر قابليه لتقبل هادشي اللي هاد الضغوطات اللي كنعيشوها في اليوميات. فاذا خدمت على الصحه النفسيه والصحه الجسديه كنكون كذلك اكثر قابليه. بالنسبه للناس اللي كيدوز واحد المباراه معينه ويمكن ما كينجحش فيها، فهنا خصني دائما من ندخل لواحد المباراه كنصيحه نحاول دائما ندير البلان ا والبلان بي، يعني دائما يكون عندي داك الا والبي في الحياه ديالي. ندخل وغندوز واحد المباراه، غنقول الا نجحت داكشي اللي بغيت، والا ما نجحتش حتى هو داكشي اللي بغيت، غنتعلم من الخطا. ويمكن يقدر ما يكونش خطا، يقدر يكون كاين ان كاي تشارج معين اللي ما خلانيش نتقبل في هذه المباراه، ما كيعنيش انني انا انسان فاشل ولا انني انا انسان غير قابل على الوصول للاهداف ديالي. فهنا خصني نحاول يكون عندي واحد لو بلان بي، ونعرف الا مشيت حتى ما نجحتش في داك المباراه شنو خصني ندير. مع الاسف هذه فكره اللي ما كنخمموش فيها. دايما ملي كنمشي ندوز واحد المباراه كنقول خصني ندوز. دونك كنمشي كندخل واحد المباراه كنلقى واحد النوع ديال بدا انا داخل مخلوع. الناس اللي كنلقاهم حتى هما كيتشاركوا معايا في داك المباراه، يعني اللي مترشحين معايا في المشاركه في المباراه، حتى هما كيبادلوا لي نفس الشعور. كنلقى ناس كثار، كنبقاو عندي داك الساعات تساؤلات اللي في هذاك الوقيته انا ما خصهمش يراودوني في الجسم ديالي، ومع ذلك كيراودوني، ولكن كيلقاو لو تيغان يعني موجد لذاك التوتر، دوك كيغلبوا عليا اكثر. وهذا كيقدر ينقص من التركيز ديالي، كينقص من القدره على اتخاذ القرارات في هذاك لو مومون اللي كنكون مثلا كنكتب فيه اولا كندير فيه شي ديسيرتاسيون، اولا كنقدر نكون كندوز شفوي الا دعات الضروره من بعد ما كنجح في الكتابي. يعني افكار اللي كتخسر ليا هذاك لونشينمون، يعني هذاك التسلسل الفكري اللي كيكون انا غادي به. دونك بزاف ديال الناس كيقول مثلا انا مشيت بواحد التسلسل في عقلي، ملي كنمشي مثلا في الامتحان كيمشي ليا كلشي، يعني عندي داك ليفي ديال ايفي بلانكو، يعني كيتمسح ليا كلشي من دماغي. علاش هادشي؟ لان ملي كنتوتر لا سيكريسيون دو كورتيزول كتهبط ليا المناعه النفسيه ديالي بلغه عامه، يعني ما كنبقى عاقل حتى على شي حاجه. وهذا الشيء كيزيد يقلقني وكيزيد يوترني وكيزيد يكبر هذاك التوتر اللي كنكون عشتو. يعني الا بديت ب 20% قبل المباراه كتولي عندي 80% في المباراه، وكتولي عندي واحد صافي واحد الانحطاط نفسي من بعد اجتياز ديال داك المباراه. فنرجع للنقطه اللي هضرت عليها ديال اوكاو، يعني في حاله ما انني درت واحد المباراه وما تيسرليش انني ندوز في ذاك المباراه، فهنا خصني دائما نمشي مبريباري، يعني نمشي موجده نفسيتي ان نقدر ندوز ونقدر ما ندوش. في حاله ما الا دزت خصني نوجد راسي لوغال ونحاول نجمع بين لو سافوار فير ولو سافوار اتر، يعني انني الطريقه ديالي يعني نكون عندي قدرات، يكون عندي قدرات ماشي لابد يكونوا قدرات كتابيه، خص يكون عندي الطريقه كيفاش كنمشي لاباس، الطريقه كيفاش كنهضر، لغه الجسد حتى هي خصني نتفقه عليها ونعرفها باش نحاول نتجاوز الاخطاء ديالها الى غير ذلك. وفي حاله ما
ما تيسرليش أنني ننجح بحال اللي قُلت من قبل، نخدم على الأخطاء ديالي، ماشي عيب أنني نخطأ، وبزاف ديال الناس كيقول لك هاتي واحد الفكرة شائعة كيقول لك واحد تايق في راسو ما كيخسرش ولا ما كي دايمًا كيتوفّق، فهذا خطأ. الواحد ملي كتشوفو تايق في راسو عارف أنه داز واحد الطريق طويلة ديال التحديات، داز واحد الطريق طويلة ديال مواجهة الصعوبات، يمكن كتلقاه إلا نجح مرة كتلقاه يمكن طاح 20 مرة، فهذا هو اللي خصنا نفهمو اليوم أنني باش نقدر نوصل لواحد الهدف معيّن يعني أنا رسمته في حياتي، فخصني ولا بد باش نوصل لذاك الهدف ولا بد من مواجهة التحديات ولا بد من صعوبة في مواجهة التحديات، ماشي بدا نقدر نواجه التحديات، وإنما خصني ولا بد نلقى داك الصعوبات، وهذيك الصعوبات هي اللي كتعطيني داك الحلاوة أنني نكمّل في داك التحديات حتى كنوصل لواحد الهدف ديالي، وداك الساعة كتكون عندي واحد اللذة معيّنة. فنرجع دائمًا كنخرج شوية على الموضوع، نرجع أنني في حالة ما نجحتش، دائمًا نوجّد راسي ونقول شنو خصني ندير في حالة ما، دونك نخدم على راسي، ناخد واحد القسط من الراحة اللي كيتجاوز بين 24 ساعة حتى 48 ساعة، ونعاود ما نفشلش في إعادة البناء وإعادة هيكلة نفسيتي وجسمي وأهدافي، يعني ماشي عيب أنني نطيح، وإنما ما نخافش من ce qu'on appelle حنا في علم النفس كلينيكي la co-construction يعني إعادة الهيكلة وإعادة البناء، نفس الأهداف وإنما ماشي نفس الطريقة في الخدمة على الأهداف، وهنا فين كتجلى الخدمة على نقاط الضعف ديالي اللي encore une fois ماشي عيب أنني كنعيشها بصفة أو بأخرى. ملي كذلك ملي كنتسنى أنا دوزت المباراة وحاولت نتحدى هاد الشيء، فاش كنتسنى كذلك les résultats ديال المباراة، كاينين الناس اللي كيعيشوا واحد النوع من التوتر، وهنا هاد التوتر اللي كيكون سلبي مع الأسف أنه في بعض الأحيان كيقدر يوصّلني الاكتئاب إلى تجاوز واحد الحدة ديالو، حيت بحال اللي قُلت من قبل التوتر كيمكن له يكون عادي حتى لواحد النسبة معيّنة، ولكن ملي كيتجاوز الحدة والشدة ديالو فكيقدر يؤدي ليا لأمراض نفسية وخيمة، وكتقدر تؤدي كذلك لاكتئابات أو أمراض ديال الهلع أو إلى غير ذلك من الأمراض النفسية اللي يمكن واحد النهار نطرقوا لها من بعد. ف نحاول أن حتى في هذاك الوقيته اللي كنتسنى نتائج دائمًا نخدم على راسي ونبريباري راسي ونوجّد راسي ونقول يمكن نقدر ندوز ويمكن ما ندوزش، وبخلاصة إذا ما دزتش فهذا ما كيعنيش أنني إنسان فاشل أو إنسان غير متمكن. الناس اللي كيعيشوا هاد التوتر في المباريات، كذلك خصنا نهضروا على واحد النقطة مهمة جدًا، أنه يكون عندي واحد العمل منظم ومنتظم، فالنظام ما بين الأمور الأساسية في الابتعاد عن التوتر، بحال اللي قُلت التوتر كاين، ولكن الطريقة يعني يقدر يغلب على واحد الشخص وما يغلبش على واحد الشخص آخر، لأن يمكن الطريقة ديال التعامل معايا مع التوتر طريقة تعاملي كشخص مع التوتر هي اللي كدير الاختلاف بين شخص وآخر، فنحاول أن هذوك المباريات ما نخليش حتى للدقيقة 90 بحال اللي كنقولوا حنا ونبدا التوجات ديال دوك المباريات، وكيكون عندي كثرة المعلومات يعني واحد المعلومات كثيرة بزاف، وكنولي أنا واحد الإنسان مستريسي يعني تحت ضغط نفسي وتحت ضغط بيان سور تحت ضغط نفسي وكنولي كنتوتر أكثر فأكثر، فهذاك التوتر في هذاك الدقيقة 90 فكيخليني كنقرا غير باش نقرا أو كنوجد غير باش نوجد، وإنما داك الساعة لو سيرفو ديالي عنده مشكل في استقبال المعلومة، لأن ما كنخليهش يستقبل المعلومة كيف ما خصها تستقبل، لأن كنطلّع النسبة د لا كورتيزول اللي كتهبط ليا encore une fois من القابلية ديالي في استقبال المعلومة، يعني كنحاول ديك الساعة كنشوف راسي درت جهد كبير، وإنما كنشوف النتائج ماشي قد هذاك الجهد اللي درت أنا كنوجد لديك المباراة، فنحاول نوجد يعني ملي غنوجد ماشي باش نجتاز واحد المباراة معيّنة، وإنما نوجد باش كنخدم على شخصي أنا كشخص، يعني كنحاول نفقّه المعلومات ديالي ونطلّع من القدرات ديالي سواء اجتزيت المباراة أو ما اجتزيتهاش، يعني وغيجي واحد الوقت لأن لا بد ما غادي نجتاز واحد المباراة ولا بد ما غادي نجتاز مباريات عديدة، وغادي نتعلم هاد الطرق ديال التنظيم ديالي أنني غنحاول نطرّق لجميع النقاط وهادو كيديروها اختصاصيين أنني كنحاول نطرق لجميع النقط باش نقدر نتجاوز هادوك المباريات ونعرف كاع النقاط الأساسية اللي خصني نخدم عليها، سواء في الكتابي أولا في الشفوي أولا في الطريقة ديال الكتابي باش نعرف كاع الطرق اللي كنقدر تبعد عليَّ هذاك التوتر. فأنا غادي نحاول كنشوف بعض الأسئلة ديالكم غادي نحاول إن شاء الله في الأخير نطرق ليها ونجاوبها إن شاء الله. فبخلاصة اليوم اللي غنقدر نقول كاين بعض الناس كذلك قبل ما نطرق للخلاصة، كاين بعض الناس كذلك اللي عندهم بعض النقط
اللي كتخلّيهم حنا كنعيطوا لها procrastination، يعني كتخلّيهم دابا نوجد، دابا نصاوب، دابا ندير من بعد النقاط الأساسية اللي كيعيشوها بعض الناس، أن ما كاينش واحد الانتظام في الخدمة، وكذلك واحد داك le laisser aller، دابا نصاوب، دابا ندير، دابا هذا كنخليو حتى اللي كيقرّب المباراة وكنبغي ندير كلشي وما كنقدر ندير والو. هذيك لا procrastination كاين ناس بزاف، كل واحد كيفاش كيفاش كيعيشها. كاين ناس اللي كيكونوا يمكن مدمنين على الهواتف النقالة اللي كيخليهم كياخذ منهم جهد أكتر يعني في الوقت ديالهم، ودونك ما كيلقاوش الوقت، ما كينجحوش في تنظيم الوقت باش كيقدروا يوجدوا هاد المباريات ديالهم، وهذا الشيء اللي كيخليهم أكثر كيجيهم تأنيب ضمير من بعد، وكيكونوا كيكونوا عندهم صعوبة في تنظيم الوقت ديالهم. كاينين ناس كذلك اللي كيكونوا مدمنين على اللعب، لي جو فيديو، اللي كيكونوا دابا مع الأسف اللي كاين بزاف ديال الناس اللي في أعمار متقدمة وكيكون عندهم هذا النوع من الإدمان. فإدمانات عديدة، أنا تطرقت لبعض منهم اللي هي أكثر يعني لا بلو ريبوندو اللي كاينه بزاف، اللي كيهضروا عليها الناس بزاف. فهذا شق اخر اللي هو خصنا الا ما قدرناش حنا كاشخاص، النصيحه اللي غنقدر نعطي لهاد الناس، الا ما قدرناش كاشخاص نتجاوزوا هاد النوع من الادمان، فهنا كيخصنا نلتجئوا الاخصائيين اللي كيقدروا يعاونونا بصفه او باخرى، بصفه نفسيه كلينيكيه، باش كنقدروا نتجاوزوا هاد الصعوبات. فكنتمنى انني حاولت نطرق لجميع النقاط كخلاصه باش نحاول نستقبل الاسئله ديالكم. التوتر ليس بمرض بحال اللي قلت، وانما كيقدر يدير لنا امراض متعدده، امراض مناعاتيه، امراض جسميه، امراض جسديه، اعراض الجسد هنا ضغط القلب متسارعه، الشقيقه، الجسم كيتنمل عليا. فهادو كلهم اعراض اللي كيقدروا الناس كيجردوك منها في الحاله ديال التوتر. قلنا كاين التوتر السلبي والتوتر الموجب. التوتر الموجب خص اي واحد فينا كيكون عايش بداك التوتر الموجب، اللي كيخليني مثلا عندي ان رونديفو الصباح مع 8، ما غاديش نبقى حتى 8 قبل 4 عاد غنوض، وانما غادي نحاول هذاك التوتر، يعني كتكون عندك حس هو اللي كيدير فيه داك حس المسؤوليه وحس الخدمه والمثابره والتفاني باش نقدر نوصل لواحد النوع من الاهداف معينه في الحياه ديالي، ولو تكون بسيطه، وانما كتعطيني واحد الراحه النفسيه واللي كتخليني اكثر قابليه على تطور المهارات ديالي. فهذا ما كنتكلموش عليه، ونورمالمون خاصو يكون عند اي واحد فينا سواء كان رجل او امراه. بالنسبه للتوتر السلبي قلت بانه كيكون مخلط بمجموعه من الافكار السلبيه ولا مخلط باحاسيس سلبيه. مثلا التوتر ملي كيتخلط مع الخوف، هنا كيولي توتر اكثر سلبي من التوتر الاخر الموجب اللي كنهضروا عليه. فهاد الخوف قلنا ملي كيجي هو مجموعه الافكار اللي كتكون عندنا راسخه، افكار دماغيه راسخه من الطفوله، اللي كتكون عندها علاقه الطفوله والعائله والاقارب. حتى الا كان واحد الام واحد الاب متفهمين، يمكن كتلقى واحد الجده ولا واحد العمه ولا واحد الخاله اللي كيقدروا يخليو فينا بعض التاثيرات النفسيه اللي كنعيشوا بها وكتكبر معنا. وحنا ملي كنكبروا كنقولوا ما عرفتش علاش كنخاف، ما عرفتش منين جاني هذا الخوف. هنا ملي كنلقاو لوريجين، كنلقاو دائما لوريجين بحال اللي قلت لكم حنا، ولو كبار، ولو كنتجاوزوا مباريات، ولو كنخدموا، كيبقى فينا واحد الخوف راسخ اللي كيجي من واحد الفتره معينه. فالفكره اللي كتكون عندنا ديال الامتحانات والفكره المباريات هي اللي كتخلي هذاك التوتر كيلعب فينا اكثر، حتى كيولي يعني كيغلب علينا بالدارجه، حتى كيولي واحد التوتر مع الوقت مع الاسف كيكون مرضي وكيتغلب علينا في بزاف ديال الحوايج اللي وكيبلوكينا كذلك في تحقيق الاهداف. فمن ناحيه هذا من ناحيه ديال التوتر السلبي. فتطرقنا كذلك الثقافه ديال الرسوب او ثقافه الفشل، فهي مهمه، وخصني نعرف بان اترافير ليشيك جو بو ريوسير. خصني نفشل باش نقدر ننجح، والا فشلت مره وجوج وثلاثه وربعه وعشره فهذا ما كيعنيش انني انا انسان غير متمكن او لا انسان ما عنديش قدرات معينه. كذلك خصنا نعرفوا بان تقدر اليوم دوز واحد المباراه دوزها مزيان، تقدر غدا دوز واحد المباراه ما دوزهاش مزيان. فانت نفس الشخص نفس القدرات، وانما نحن نختلف في اليوميات ديالنا. فتقدر بحال بعض الطلبه اللي كيكونوا مثلا كيقراو مزيان طيله السنه، ولكن نهار ديال الامتحان يصبح الواحد غير عيان، راه يقدر ما ينجحش بداك الامتحان ديالو. هذا ما كيعنيش انك طالب غير متمكن. وهذا الشيء كذلك كنطبقوه على اجتياز المباريات. فنحاول انا نجحت تبارك الله، ما نجحتش ماشي مشكل، نخدم على نفسي ونخدم على نقاط الضعف ديالي. وباش نخدم على الثقه في النفس خصني تقبل الذات بالسلبيات ديالو والايجابيات ديالو. فاحنا مع الاسف كنطرقوا الايجابيات ديالنا اكثر من السلبيات، وعندنا واحد الميكانيزم دو ديفونس، واحد الوسيله من وسائل الدفاع الدماغيه اللي هي لو ديني، يعني ما كنبغيش عدم الاعتراف بهذاك الشيء اللي كيكون عندي
في نقاط الضعف ديالي، فنقاط الضعف ديالي دائمًا كنستبعدها كل البُعد أنني نخدم عليها ونطوّرها، فكنبقى يعني عايش نهار بنهار، وكنمشي كذلك وكندوّز ولا كن ن ن ن كندير بزاف ديال الأهداف في حياتي بدون التطرُّق ولا بدون الوقوف على هذاك الخدمة ديال نقاط الضعف ديالي، وإلا حاولت نتقبّل راسي وبيان سور ما نكونش كنقلّب على perfection ن ن ن يعني الكماليات مع الأسف ما نقدروا نوصلوا للكماليات، فنحاول نخدم على نقط الضعف ديالي ونتعلم بحال اللي قلت قبيله الا نجحت مزيان غنطور القدرات ديالي والا فشلت غنحاول نطور من نخدم على نقاط الضعف ديالي ونقدر نطورها من الحسن الى الاحسن يعني في كلتا الحالتين بحال اللي قلت انا معلم او لا مطور بحال يعني بجوج بهم لي دو سوفال بجوج بهم غادي نخدم على القدرات ديالي كنتمنى انني نكون قربتكم من الصوره اكثر وغادي نحاول نستقبل بعض الاسئله ديالكم آه، كيفاش نتعامل مع التشتت في الانتباه؟ التشتت في الانتباه كاين على حسب العمر ديال الشخص اللي وقيلا كوثر على حسب العمر كاينين الناس اللي عندهم سكون ابل ان تروبل ديفيسيتير اتونسيونيل هو لو تي دي ا فكاين طرق عديده للتعامل مع التشتت في الانتباه اولا كنحاولوا لي زيكران نقصوا منهم ما امكن وهنا خاص في الحقيقه المختص خاص يشوف هذاك الشخص بواحد لو كوتي انديفيدوال ونعرفوا هذاك التشتت في الانتباه منين جا واش كاين مشاكل قبل واش كاين ضغوطات نفسيه لان شي مرات يقدر انا كيجيب لنا ان عندي تشتت في الانتباه ولكن يقدر يكون هذاك التشتت في الانتباه ماشي لا بدا يكون باثولوجيك يعني ماشي لا بدا يكون مرضي ولا ماشي لا بدا يكون عنده ماشي لا بدا يكون ان تروبل يقدر يكون عنده علاقه بضغوطات نفسيه اللي كنعيشها في اليوميات ديالي اللي كتخليني ما عنديش الانتباه اول حاجه كيقيس هذا التوتر هو هذاك التشتت في الانتباه يعني ملي كنكون بحال كنقولوا حنا بالدارجه راسي ما معاياش يعني غير الكسده اللي حاضره ولكن راسي ما معاياش لان كنكون راسي مشطون بحوايج اخرى فالتشتت الانتباه سي فغي كيقدر يدير لنا مشاكل في اجتياز المباريات او مشاكل في اليوميات بصفه عامه فيعني موضوع لا يستهان به خصني نحاول نشوف ذوي الاختصاص باش نقدر نعرف لوريجين ديالو علاش عندي وشنو هو السبب اللي خلاه يكون عندي الا كان سبب عضوي كنعالجوه كان سبب نفسي حتى هو كنعالجوه كيف يمكن التغلب على مشاكل الإحباط والاكتئاب الناتجة عن الفشل في إحدى المباريات وهي الخطوات العملية لاستعادة الثقة بالنفس والقدرة على العودة للدراسة تماما هادشي اللي هضرت عليه من قبل فمشاعر الإحباط والاكتئاب فأولا إذا كان عندي اكتئاب فالله يخليكم النصيحة اللي غنعطي الناس اللي كتشوفني اليوم أن الاكتئاب يجب العلاج ديالو الاكتئاب بغض النظر على شنو اللي وصلني للاكتئاب إلا مشيت حتى كنحس بالأعراض ديال الاكتئاب اللي هي باينة فقدان الشغف فقدان الثقة في النفس أفكار يمكن سوداوية عدم القدرة على صافي ما كتبقاش عندك القدرة ولا ديك اللذة في الحياة كنفقد داك اللذة في الضحك اللذة في الاستمتاع كنولي إنسان ما كنقدرش يعني نتهلا في الجسم ديالي وفي الصحة ديالي وما كنبقى باغي والو هذا هو فقدان الشغف فإلا كنحس قلة النوم، المشكل في الأكل، هادو كلهم إلا بديت كنحس بهم فخصني نعالج الاكتئاب بوحديتو، عاد داك الساعة في العلاج ديال الاكتئاب ملي كنحاول نعالج الاكتئاب كنقدر داك الساعة نخدم على l'acceptation ديال الفشل اللي هضرنا عليه قبيلة، فهو ما كيحتاجش لحاجة كبيرة، كيحتاج أنني منين نعالج الاكتئاب ديالي نحاول نخدم على تقبُّل تقبُّل الفشل وما كيعنيش انني حيت فشلت في هذا الامتحان انا انسان ما غنقدرش نوصل ولا حيت انا انسان فاشل فنحاول نخدم على تقبل الفشل ونحاول حتى كذلك ثقافه المقارنه ما تكونش وما نقولش حيت الاخر نجح انا علاش ما نجحتش ولا علاش الاخر نقدر انا اليوم ننجح وواحد اخر حتى هو بحالي ما ينجحش ويقدر انا ما ننجحش وواحد اخر ينجح فخصني تقبل الاختلاف وتقبل كذلك تقبل الاختلاف دون لو سونس انني نجحت اليوم واحد حتى هو ما غينجحش ونحاولوا ملي كنمشي ندوز واحد المباراه كنعرف بان كاين واحد لا ريغل دو جو يعني كاين واحد المباراه ماشي كلنا غندوزو ماشي كلشي غينجح وهذوك اللي ما نجحوش هذا ما كيعنيش انهم انسان يعني اشخاص غير قادرين على الوصول لاشخاص اللي ما عندهمش قدرات او مهارات معينه أحيانًا دكتورة أحيانًا في المقابلات الشفوية المعلومة موجودة لكن مع التوتر يصعب نطقها، كيف التعامل مع هذا الأمر؟ تمامًا بحال اللي قلت من قبل أنني ملي كندخل لواحد هنا فكنحاول ندير ثقافة الاستبدال عافاك ولا طريقة الاستبدال ce qu'on appelle حنا la pensée et la contre-pensée ملي كندخل لواحد المباراة شفوية فأنا كندخل أصلًا
إحنا مع الأسف ما تعلمناش منذ الطفولة ثقافة الشفوي، فدائمًا كنا كنتهربوا منها، كيكبر معنا هذا الخوف بثقافة القمع بعض الأحيان اللي كنكونوا عشناها وحنا أطفال، أو ثقافة الخوف يمكن اللي كيكبر فينا وحنا صغار، فكنخافوا من مواجهة الآخر، دائمًا عندك الآخر كنحاولوا ما أمكن أننا ما نواجهوش. ملي كنكبروا في واحد العمر معين وكنكونوا معرضين لهذا النوع من المباريات، فدائمًا كنمشي بداك الثقافة ديال النارية، غادي ندخل ندوز واحد الشفوي غيقولوا عليا، كنخاف من الأحكام المسبقة، كنخاف من النظرة ديال الآخر على هذوك القدرات ديالي، فكندخل بأفكار يعني سلبية، وهنا كتنفعني لا بونسي إي لا كونتر بونسي، وهي طريقة الاستبدال. ملي غتجيني عافاكم دائمًا كنقول للناس اللي كيجيو عندي، ملي تجيك واحد الفكرة خايبة من حقها أنها تجيك، لأن عافاك ما تقولش أنا ما بغيتش نفكر في داك الفكرة، ملي كنقول ما بغيتش نفكر في داك الفكرة، الدماغ ديالي كيعطيني واحد النوع من لا vengeance، يعني كينتقم من داك الفكرة، يعني بحال واحد الطفل صغير كنقول له ما تقيسش داك الحاجة اللي كيقيس، فالدماغ ديالنا بحال واحد الطفل صغير، دونك ملي كنقول لا غادي ندخل ندوز واحد الامتحان وغادي نخاف وغادي يشوف فيا واحد الشوفة خايبة، هنا طريقة الاستبدال، ونقدر نكون à la hauteur، يعني داك الفكرة كنقول مثلًا غادي ما ننجحش، ما غاديش نكون à la hauteur، ثقافة الاستبدال، وعلاش لا ما نكونش على hauteur. ما غنقدرش، لا غتحاول وغتقدر، يعني quand tu veux tu peux، إلا حاولتي غتقدري. دونك ملي كنحاول ندير هاد لا pensée et la contre pensée، ولكن هاد لا pensée et la contre pensée كنحاول نخدم عليها قبل من اجتياز المباريات، يعني كنستعملها حتى في الحياة ديالي اليومية. مثلًا بزاف الأشخاص كيقول لك أنا ما غنقدرش نوض في الصباح مع 08:00، ثقافة الاستبدال غنحاول وغنقدر نفيق. فيعني الدماغ ديالي ملي كنعطيه أفكار لا contre pensée فهو كيتكونديسيوني عليها، كيف ما كيقدر يجاوبكم على الأفكار السالبة، فكيقدر كذلك يتجاوب معكم على الأفكار الموجبة. فخصني فقط نخدم على طريقة الاستبدال، أنني غندخل لواحد المباراة، لأن بطبيعة الحال أنك ملي كتقولي لي ملي كندخل لواحد المباراة، الدماغ ديالك ولا الجسم ديالك كيعطي داك لا كونيكسيون، داك لو ميساج أن هذا الشخص مخلوع، يعني عندك لو كور ديالك il est en état d'alerte، حاضي جنابو كما نقولوا حنا بالدارجة، فيعني أفكار كتكون عندك، ولكن باش تقدري تخرجيها فكاين كذلك الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال التلعثم، ما يسمى بالبيغيمون، اللي كيكون d'origine psychique، والناس بزاف كيتلعثموا ملي كيكونوا أشخاص en face ليهم، وهذا الشيء منين كيجي من الأفكار. فإلا بغينا هذا الشيء نعالجوه بصفة عامة، خصنا نخدموا على الأفكار اللي كتراودنا، الأفكار اللي عندنا مسبقة، الأفكار المسبقة بعدا اللي عندنا على اجتياز المباريات، والأفكار اللي عندنا على الناس اللي كيدوزوا لنا المباريات، والأفكار كذلك اللي عندنا حنا كأشخاص لاجتياز المباريات، يعني كتجمع بحال قلتوا une bonne salade فيها مجموعة من الأفكار اللي كتقدر أن ديك الساعة كتطلّع من التوتر ديالي، اللي قُلت قبيلة أنه التوتر كيكون عادي، ولكن كيقدر يطلع بهاد الأفكار اللي كتكون مجموعة عندي par rapport لهاد الشي ديال اجتياز المباريات. حاولي إلا فهمتي المعنى ديال ثقافة الاستبدال فغتنفعك بزاف، ولا طريقة الاستبدال فكتنفعنا حتى في اليوميات ديالنا، أن دائمًا من حق هذاك الدماغ ديالي بحال لي سونتيمون، الأحاسيس اللي كنحسّوا بهم. واش عمركم سولتوا راسكم أنا ملي كنضحك كيكون عاجبني الحال، ولكن ملي كنحس بواحد الإحساس شي شوية بالنسبة لنا كيكون سلبي، مثلًا كنبكي أو كنكون واحد النهار ماشي في الmood ديالي، يعني ماشي ما عنديش داك الرغبة والكانة كتكون ماشي هذيك، ما كيعجبنيش الحال. alors que هذا الشي اللي كيخلّيني هما les 2 sont des émotions، إلا فرحت خصني نكون مزيان، وإلا تقلّقت خصني نتقبّل داك التقلُّق ديالي وداك القلق ديالي باردون، وداك التوتر ديالي وداك التعصب ديالي وداك الحالة اللي كنوصل لها بعض الأحيان كتكون حالة هستيرية كذلك، فخصني نتقبلها ونخليها دوز. إلا بقيت كنقمع المشاعر ديالي، هنا فين كنولي كنكبّرها. قمع المشاعر كتعني الكبورية ديال المشاعر، وكنخليها كتعيش فيا أكتر، كتدق الوتاد مزيان في الصحة النفسية ديالي. فهاد الشي غير باش نقول لك بأن ملي كندير فكرة كنستبدلها بفكرة موجبة وفكرة سالبة، كتعطيني النتيجة. وخاصني شي باس كبير ما كاين إلا جاوني أفكار خايبة، ماشي مشكل نخليها تجي ونرحب بها، وإنما نستبدلها بأفكار موجبة. اليوم على غدا على بعد غدا كتولي واحد كيولي ان كونديسيونمون، كنولي إنسان متفائل جدًا بطريقة الاستبدال. Nous alors, pouvez-vous nous donner des astuces clés pour améliorer notre concentration quand on n'arrive pas à travailler longtemps sur un document par exemple؟ alors la concentration باش كنخدموها ça dépend كيفاش كنخدموا، لأن الطرق ديال العمل تختلف من شخص إلى آخر. خصنا نعرفوا بأن حنا عندنا واحد الطاقة ديال الاستيعاب ديال المعلومة، والطاقة ديال كل
كل واحد والطاقة ديالو د لا concentration. كاين مثلًا وهذا ما كاينش اللي غيعرف الطاقة ديال هذه إيمان على ما أظن إيمان، ما كاينش اللي غيعرف الطاقة الاستيعاب ديال المعلومة والطاقة ديال التركيز قد هذاك الشخص اللي هو كيخدم. يعني أنتِ غتعرفي الطاقة ديالك خصك تحاولي تخدمي يعني un travail entrecoupé، تحاول تخدم وترتاح شي شوية وتعطي لراسك واحد القسط من الراحة وتعاود ترجع تخدم. هذا كنظن أحسن حتى من في استيعاب المعلومة. وخصك تعرف واش أنتِ شخص اللي كيبغي يخدم في الصباح بكري أو كيبغي يخدم في الليل، لأن هنا عاوتاني التركيز يختلف من شخص إلى آخر. كاين بزاف بعض الأخطاء شائعة اللي كيقول لك لا في الليل ما غنركزوش أولا في النهار ما غنركزوش. فكل واحد فينا وعنده ان type دو ترافاي اللي كيخليه كيتكونسونطرا أكتر. كاينين الناس اللي كيقدر يفيق مثلًا في 6 ديال الصباح ويخدم بين 6 و10 وغتكون عنده une bonne qualité. يعني c'est pas question de quantité mais c'est question de qualité. كاين اللي كيخدم 12 د الليل 2 د الصباح وكيقدر يخدم مزيان. دونك غادي النصيحة اللي غنعطيك شوف لو cycle ديالك بعدا فوقاش كتقدر تستعبي المعلومة أكتر، يعني استيعاب المعلومة فوقاش يقدر يكون عندك، ومن بعد كتحاول تخدم بطريقة منتظمة وما عافاك وما نخليش المعلومة كتراكم عليا بزاف ديال المرات. ويكون عندي دي بوز يعني نخدم بشوية 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 حتى كنقدر نتجاوز لا كونسونطراسيون ديالي وكنقدر يعني ما كنحسش بهذاك المشكل ديال لا كونسونطراسيون. أستاذة، حضرت في بعض الندوات وفي لحظة طرحي لسؤال متعلق بموضوع الدورة أحس بتوتر كبير ونبضات القلب تزداد سرعتها. صدّقني النصيحة بخصوص هذا المشكل الذي يمكن أن يؤثر على مقابلات شفوية. فبطبيعة الحال هنا بحال اللي هدرت قبيلة، هذا التوتر اللي كيولي واحد الوقت التوتر السلبي اللي كيأثر لنا شوية على هذا الشيء اللي هضرنا عليه السي محمد، هما ما يسمى بأعراض الجسد. أنا اللي كنحس هذا بحال اللي قلت قبيلة، فخص الخدمة على الأفكار من قبل، خاص الخدمة على نديرو طريقة الاستبدال اللي هضرنا عليها قبيلة، خاصني تقبُّل نقاط الضعف ديالي. وعافاكم وإلا كنت هنا واحد النصيحة اللي نقدر نزيد على داك الشيء اللي قلت قبيله. فإلا كنت واحد الشخص اللي كان مثلا ملي كناخذ لا بارول ولا ملي كنهضر مع ناس ولا ملي كنقدر نطرح سؤال والناس كلها كتشوف فيا شي شويه كنحاول كنخاف من داك الرؤيه ديال الناس. فهنا ما خصنيش نيأس ما خصنيش نقول صافي انا انسان كنتخلع ما عمرني ما نعاود نهضر اون بلان بوبليك. فهنا خاص يعني باش نقدر نوصل لواحد الهدف ونخرج من داك لا زون دو كونفور، لان هي بحد ذاتها سي اون زون دو كونفور، يعني واحد الحاجه واحد الحوايج اللي كيكون الجسم ديالي مولفهم. ماشي ملي كنسمع لا زون دو كونفور كنقول هذيك هي الراحه ديالي، لا، كاين بعض الاحيان ان الجسم ديالي والدماغ ديالي كيمشي للطرق السهله، فما كيكونش عنده واحد القدره انه يدير لي فور بزاف باش يقدر يعني كيمشي للطريق السهل وكيمشي لي سوليوشن لي بلو فاسيل، يعني كيمشي لذاك الحلول السريعه والسهله. كيولف واحد النوع من الخدمه ولا واحد النوع من رده الفعل من ردود الفعل. فملي كنحاول انا كنخرج شويه على داك لا زون دو كونفور دونك اوتوماتيكمون كان لو كور ديالي كيدير هادوك الاعراض النفسيه اللي كيأثروا علينا وكيديرونجيونا شي شويه وكيبانوا علينا في الوقيته اللي حنا خدامين. فغير عافاك الا كان عندي هذا الخوف ولا كان عندي نحاول نتجاوزو بالتدريب، يعني اليوم وغدا وبعد غدا ماشي غنبزز على راسي وانما غادي نخدم على الفكره قبل وغنقول غناخذ الميكرو وإلا مشيت تخلعت معليش وغنتجاوز وانا قاد انني نتجاوز. يعني مره على مره النتيجه كتكون اكثر بيان سور بحال اللي هضرنا قبيله بالثقافات ديال الخدمه على الثقه في النفس والخدمه على النقاط الضعف ديالي ونحاول نطور من المهارات ديالها بطرق عديده اللي هضرنا عليها قبيله واللي نقدر ناخذ راي ديال الاخصائي ونقدر نتعمق فيها اكثر. كيف يمكن تنظيم الوقت والتركيز لمدة طويلة أثناء الدراسة؟ فتنظيم الوقت شوف تنظيم الوقت زعما ما كاينش ما كايناش une solution miracle. تنظيم الوقت عنده علاقة بتنظيم اليوميات. مثلًا إلا عندي واحد المباراة غادي ندوزها في الآخر ديال هاد الشهر، فما غنخليش حتى تبقى سيمانة أو 3 أيام أو 4 أيام وأنا غنوجد تحت الضغط، وداك الساعة الضغط كيزيد كيأثر عليا أكثر لأن كنعرف راسي أنني بديت الخدمة معطل
وأنني ما غاديش نقدر نتدارك هذاك المعلومات العديدة اللي كتعلق بهذاك المباراة المعينة اللي غندوز، على حساب إن مباراة وكل مباراة عندها واحد الحيتيات اللي خصني نخدم عليها ونركز عليها، فنحاول نخدم دائمًا على اتساع ونخدم دي ميكرو اوبجيكتيف، يعني كل نهار نحاول نوصل لواحد الهدف صغير حتى الهدف ديالي كيكبر مع الوقت بلا ما كنحس بداك لا لوغدور بداك الثقولية ديال هذاك الهدف اللي كنخدم عليه. فتنظيم الوقت كيكون في تنظيم اليوميات كذلك، والخدمه على لي ميكرو اوبجيكتيف، يعني نحاول ندير واحد الورقه ونعرف ان اليوم شنو غادي نقدر نطرق، غدا شنو غنقدر نخدم، وبشوي بشوي الا ما قدرتش ماشي مشكل، كنحاول حتى كنوصل للهدف ديالي المعين. فنحاول غير ما نخليش المعلومات تراكم عليا، وهذا اللي كاين باش يقدر يكون عندي واحد التركيز اكثر. شكرا دكتورة على المعلومات القيمة، الله يبارك فيك. إلى ممكن كيف يمكننا التعامل مع التسويق؟ ما قدرتش نقرا السؤال ديالك، عافاك إلا قدرتي تعاودوا لي. بلاتي كاين أسئلة عديدة، نرجع للور سمحوا لي. عافاك السؤال اللي كنت نقراه دابا ما عرفتش، ما قدرتش نوصل له. إلا قدرتوا تعاودوا عافاك تكتبوه لي باش لأن يمكن ضيعته. غنحاول نجاوب على الأسئلة ديالكم. فكنطلب من السيده اللي كتبت لي هذا السؤال تعاود عافاك سهيله. فوالا انا لقيت الاسم ديالك سهيله، الا قدرتي عافاك. شكرا دكتوره لك. كيف التعامل مع محيطي وكلامهم لكوني مرضون انني العائله بدل من تحفيزي وتحويل كلامهم الى ضغط كبير. هادشي اللي قلت قبيله، فكاين بعض العائلات مع الاسف اللي كيقدروا يحبطوك اكثر. فهنا حاولت ان نطرق لهذا الموضوع، ان نحاول نخدم على لي كومبيتونس ديالي، ونخدم على يعني نكون ثايقه في لي كومبيتونس ديالي، و ان ميم طون متقبله نقاط الضعف ديالي. انا ملي كنخدم على التقبل ديال نقاط الضعف، فهذا كيخليني انني ما كنتاثرش بالكلام الخارجي. ملي كنقول الكلام الخارجي كنهضر كذلك على الكلام العائلي، لانه كيكون الناس اللي قراب ليا ودارين بيا هما اللي كيقدروا ياثروا فيا اكثر. فملي كنكون متقبله ذاتي ومتقبله نقاط الضعف ديالي وكنحاول نخدم عليها، فهنا كيخليني كنكون اكثر قابليه على تقبل الكلام الاخر وتقبل يمكن النقد ديال الاخر. فهو يقدر يكون عنده راي معين فيا، ولكن الراي ديالي انا هذا ما كيعنيش انني كنبدلو يعني عافاك. باش نتقبل واحد الكلام خصني نتقبل راسي، باش نحسن من واحد الحاجه خصني نتقبلها. يعني حنا كنقولوا اكسبتي ديجيري، خصني نتقبلها باش نهضمها، واذا هضمتها فالكلام الاخر ما كيأثرش فيا كيف ما كان النوعيه ديالو، سواء كان كلام موجب او كان كلام سائل فوالا سالب. يعني يقدر يقول لي الواحد هذه الحاجه نقدر نسمعوا ونسمعوا باذن صاغيه، ولكن هذا ما كيعنيش انني غنبدل واحد الرؤيه عندي على راسي، ولا واحد الافكار عندي على راسي، ولا واحد الاهداف اللي باغي نوصل ليها. فباش نقدر اونكور اون فوا نتقبل الانسان الاخر، خصني نخدم على تقبل النفس وتقبل الذات وحب الذات. ملي كنتقبل نفسي كيف ما كنت انا بالموجب ديالي، وكنعاودها لاخر مره الموجب ديالي والسالب ديالي، فهذا كيخليني اكثر قابليه على تقبل كلام الاخر. نقطة الضعف ديالي هي التوتر والارتباك في المقابلات الشفوية. تماما هذا هو اللي هضرنا عليه قبيله. فهنا كيمكن لك سي يونس، كيمكن لك كذلك تشوف الناس ذوي الاختصاص اللي كيقدروا اساتذه اللي كيقدروا يهضروا على هذا الشيء ديال هذه. يمكن خاصكم تشوفوا الاستاذ بدر اللي غادي يكون اكثر قدره على الخدمه على هذا البوان. من الناحيه النفسيه هضرنا عليها، ومن ناحيه كذلك لان حتى حاجه ما كتجيني غير هكا. خصني بحال اللي قلت نخدم على افكاري وثقافه الاستبدال والثقه في النفس ديالي نخدم عليها. هذا الشيء كله مهم، وانما كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي التدريب على واحد الحاجه باش نقدر نكون كفء، واش نقدر نتعلم واحد الحاجه بكفاءه وبمهاره. ما كيمكنليش نتعلمها هكا في مره واحده، والا ما تعلمتهاش مره واحده ما خصنيش نفشل، لان تدارب باش يقدر يكون واحد اللعاب كيكون مزيان خصو يتدرب. فكذلك بالنسبه لاجتياز المباريات، فخصني ندرب وخصني نتعلم وخصني نرسب وخصني نسقط باش نقدر نتعلم وباش نقدر ناخذ واحد لا لوسون. وهذا الشيء كذلك غادي نقدر نخدم عليه حتى في الشفوي، نخدم على الافكار ديالي، نخدم على التدريبات ديالي، وما نحاولش نهرب من دوك التداريب. ما نخليش راسي يعني حتى لهذاك النهار بنهارو عاد نقدر انا نطرق لهذاك الشفوي. الوغ شكرا دكتور صوفيا على هذه المعلومات القيمه. سؤالي كيف التعامل مع الضغط
مع الضغط العائلي في كل مرة مما يسبب لنا فقدان الثقة في النفس. اللبنة هذا بحال اللي هدرت عليه من قبل. نفس تقريبًا السؤال ديال السيدة اللي كانت قبل منِّك. خاصني نخدم على راسي ونخدم على les points surtout باش نتقبّل الهضرة د الناس. خصني نخدم على les points négatifs ديالي وخصني نعرفهم ونكون واعي بهم، لأن ملي كنكون واعي بواحد الحاجة واخا داك الإنسان الآخر اللي كيكون عايش معايا يقدر يقول لي داك الحاجة راه فيك، ملي كنكون نتقبّلها كنكون يعني كنتصالح معاها، فيّا وغنخدم عليها. هاد الشي كيخلّيني ما كتضرنيش داك الهضرة، ما كتقدرش تهرس لي الثقة في النفس اللي كتكون ما مخدوماش مزيان. بحال اللي قُلت من قبل الثقة في النفس ماشي شي حاجة اللي غنخدمها بين ليلة وضحاها. الثقة في النفس تُكتسب، يعني تُكتسب بالخدمة ديالي على المهارات ديالي وعلى les points négatifs ديالي. وعافاكم هذاك الأفكار الشائعة دابا اللي كتكون في les réseaux sociaux بعض الأحيان كنقدروا نسمعوها، كيقول لك الثقة في النفس خصك تخدم على قدراتك، ولكن كينساو بأن الثقة في النفس راه هي ملي كنخدم على نقاط الضعف ديالي بشوية بشوية، درجة بدرجة، واخا نخدم غير 2% في النهار منها، حتى كنوصل لواحد النهار كنلقى راسي وصلت ل20 30%، واحد النهار كنلقى وصلت راسي 80% بدون ضغط. يعني كنخدم بشوية بشوية، وداك الخدمة وأنا خدام بشوية بشوية كنبريباري راسي وكنقول نقدر وأنا خدام على هاد l'objectif ديالي نقدر ما ننجحش فيه. وهذا ما كيعنيش أنني ما غنوصلش، غنكمل، ولكن هاد الشي كله قبل عندي واحد الفكرة قبل خدمت عليها، هي تقبُّل النفس والذات. مهمة جدًا لأنها كتخلّي الأمور أكثر سلاسة باش كنقدر ما نتأثّرش بالكلام ديال الآخر. السلام عليكم دكتورة، شكرًا على النصائح القيّمة. لدينا سؤال: كيف يتم التعامل مع التوتر والسلبية عند اقتراب موعد المباريات المهنية رغم أنه كان منضم في المراجعة؟ تمامًا. هنا كنكونوا عندنا نظمنا وخدمنا ومع ذلك كيكون التوتر. فهنا عافاكم ما خصنيش نخلّط بين التوتر اللي كيكون لأن ما يمكنش عندي واحد المباراة وما نتوترش. فمن الطبيعي جدًا بحال اللي قُلت أن يعني التوتر هنا شر لا بد منه. C'est un mal pour un bien. يعني خصني نتضرر شي شويه، ولكن خصني نكون بريباري راسي انني راه داك التوتر اللي كنحس به في الاول فهو توتر عادي جدا، ما هو الا رده فعل ديال واحد الجسم اللي كيعيش واحد الحاجه اللي مغايره على اليوميات ديالو. فإلا كان هذا التوتر هذا فنحاول نتجاوزو، نحاول نبريباري راسي عليه قبل انني غادي نمشي. سي با غراف الا حسيت، يعني ماشي عيب الا حسيت بداك التوتر. ماشي بحال ملي كنمشي وملي كنبدا نحس ببعض التغيرات صغيره كنحس بها. مثلًا قلبي كيبدا يضرب كنقول صافي غتجيني خلعة، صافي ما غنعرفش، صافي غننجحش، ما غاديش ندوز مزيان، ما غاديش نقدر نكون ما غاديش نقدر نكون في المستوى. وكنبقى فكرة تراود فكرة حتى كيولي داك الأفكار كيلعبوا عليَّ أكثر. فهنا إلا حاولت ندير داك encore une fois طريقة الاستبدال ديال سي نورمال أنني نتخلع، ماشي مشكل، غادي نتهدّن، هاد الشي عادي. أي شخص كيدخل لواحد المباراة ولا أي شخص غادي تجيه واحد المباراة غادي يقدر يتوتر، ولكن هذا ما كيعنيش أنه غادي يقدر يدوّز نورمالمون، لأن غادي يكون إنسان خادم على ثقة في النفس من بعد قبل، خادم على تقبُّل النقاط الضعف ديالو، غيكون تمرّن عليها من قبل وخدم عليها. وإلا ما اتاحتليش الفرصة أنني ندوز، ماشي مشكل بحال اللي قُلت من قبل، ونعاود نخدم حتى كنوصل للهدف ديالي المعيّن. Pouvez-vous nous proposer un programme la veille du concours et le matin pour gérer le stress, surtout pour les gens qui arrivent pas à manger à cause du stress? Merci d'avance docteur. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que بزاف ديال الناس كيديروا بعض الأخطاء اللي كتكون ماشي بعض الأخطاء وإنما أخطاء شائعة. اللي مثلًا الليلة ديال المباراة كنكونوا مضغوطين بزاف وكنحاولوا بعدا كنحاولوا نقراو، فخصنا هذاك كنحاولوا نقراو بزاف وكنزيدوا تما فين كنزيدوا نكبّروا داك الضغط ديالنا. فنورمالمون خصنا الليله اللي قبل اجتياز المباراه فخاص تكون واحد الراحه. الا ما كانتش راحه نفسيه فيها التوتر ماشي مشكل، وانما كنحاول نستبدلها براحه جسديه، كنحاول ناخذ واحد القسط من الراحه. واخا كيكون بالي مشغول وانما انا ما كنعطيش واحد الدماغ ديالي، واخا كيكون مشغول شويه بافكار ديال التوتر، عادي وطبيعي جدا اي واحد كيمكن له يجتاز هذه المرحله. وانما كنحاول ما نديرش مجهود سلوكي معرفي، يعني ما كنحاولش نزيد نضغط هذاك الدماغ ديالي اكثر ما هو مضغوط وهذوك افكار ديال التوتر. فكنحاول ناخذ من قسط من الراحه، ناخذ اون بون دوش، نحاول هذوك اليومين او 3 ايام قبل المباريات نحاول نبعد على لي زيكسيتاسيون، على الحار، قهوه واتاي، يعني كل ما هو فيه لا كافيين، داكشي كامل اللي كيدير لنا واحد التوتر جسمي معين.
حاجة أخرى ديال اللي كنقدر كذلك خصني نخدم عليها، هو الصباح ديال الامتحانات ما يكونوش عندي يعني نحاول نفيق على تساع ونحاول ننظم الوقت ديالي. إلا كان عندي مباراة مع 08:00 نحاول ندير un réveil واحد 2 heures avant باش ما نتوترش وما نفيقش معطلة. نحاول encore une fois les excitations هذاك الصباح ما ناخذهمش، ونمشي بفكرة أن التوتر عادي جدًا أنني نتوتر. غادي اون فوا غادي يبدا المباراه ديالي غتبدا، فعادي انني في ديك النص ساعه الاولى كنحس بدقه القلب، كنحس براسي دايخ. نقدر نحاول في وسط ديك المباراه نتنفس وناخذ نفس عميق. وهنا خصها ما تطرقتش لواحد الحاجه مهمه بزاف، اننا خصنا نخدموا على ثقافه التنفس. حنا اشخاص ما كنتنفسوش كوريكتومون، يعني الجسم ديالنا ملي كنقدروا نخدموا على لا بون ريسبيراسيون. فهذا بحد ذاته موضوع اخر اللي يمكن شي نهار نهضروا عليه. التنفس كينفعنا بزاف، كنهرسوا به هذاك التوتر اللي كيعيشوا الجسم ديالنا والنفسيه ديالنا. سؤال آخر: le fait de penser à l'avenir m'empêche de me concentrer de ce qui est actuel de travailler efficacement. Oui, oui, c'est vrai. Le fait de penser à l'avenir كيخليني ما عنديش واحد لا concentration التركيز والانتباه على هذاك الشيء اللي كنخدم عليه في داك الدقيقة. النصيحة اللي غنقدر نقول لك c'est bien de penser à l'avenir، c'est bien نخمم في المستقبل ديالي، مزيان نرسم أهداف ديالي، وإنما نحاول نخدم دريجة بدريجة. يعني غنتخيل راسي بحال واحد العمارة فيها 3 ولا 4 د لي زيتاج، ما يمكنليش أنا لتحت، ما يمكنليش برجل وحدة غادي نوصل لداك ال4 étage، ولا بدا ما غندوز بروميير ولا بدا ما ندوز من الدوزيام ولا نبدا من التروازيام عاد كنوصل للكاتريام. نقدر نبقى في البروميير عام، نقدر نبقى 3 سنين في الدوزيام وانا غادي وانا كنطلع. المهم انني غنوصل لذاك الهدف بغض النظر على فوقاش وامتاش وعلاش وكيفاش، من المهم انني غنوصل. فاحنا عندنا واحد الحاجه كذلك كنحاول نبغي ندير كل شيء في مره، في الاخر كنلقى راسي ما درت والو. فإلا قدرت نخدم على هذه الثقافه ديال انني غادي نحاول نتقبل ان عندي واحد هدف معين، سواء وصلت هذا العام او العام الجاي او دابا عامين او دابا 10 سنين او دابا 6 شهور او دابا شهر، المهم انني غنوصل. ونحاول جو باسيون، نحاول نصبر حتى نوصل لهذاك الهدف، ونعرف بان هذاك الهدف راه ماشي من السهل انني نوصل له، ولكن ان ميم طون ماشي مستحيل انني نوصل له. يعني سي بوسيبل، ولكن فوقاش وكيفاش فهذا كنخلي الامور كتمشي. يعني كنحاول نخلي السيروره الامور كتمشي كيف ما هي، مع تقبل انني خصني نتحدى الصعوبات، وخصني نعرف بان واحد الهدف الا كان عندي في كاتريام راه غادي نلقى في بروميير ايطاج غنلقى صعوبات خصني نتجاوزهم، وغنلقى فشل يمكن في الدروج ديال التروازيام ايطاج، وانا غادي حتى كنوصل لهذاك لوبجيكتيف اللي كنبغي ندير. يعني يفو اكسبتي ولا بلوتو يفو ديجيري ليدي ديال اني خصني نخدم هدف بهدف، ولكن هذوك الاهداف يكونوا صغيره جدا، نخدم على لي ميكرو اوبجيكتيف. كيف نعمل على تطوير لتركيزنا والتقليل من قبل المباراة؟ أها، تقليل بالطبع الأمور اللي كتشوّشكم بحال هضرنا عليها قبيلة، مثلًا الهاتف النقال. فدابا ولينا أشخاص اللي كنستعملوه بكثرة، ولينا دابا إلا لاحظتوها حتى في الخرجات ديالكم، الناس كتلقى عائلة على قدها جالسة في طبلة عائلية، الناس كتسكرولي غير باش تسكرولي، ولا عندنا un conditionnement، يعني ولات بحال une obligation. وكيولي الشخص مثلًا ما كيقدرش يعيش بلا هذاك التليفون ديالو، أولا واحد كل واحد والبليزير ديالو en général. دونك نحاول كل ما هو كيشوشني، يمكن تقدر تكون عائلة ديالي مثلًا بالأفكار ديالها كتشوشني، فنحاول في هذاك الوقيته ديال اجتياز المباريات نحاول أنني نعيش واحد الفترة اللي كنديكونيكتا فيها على العالم الخارجي ديالي شي شوية. نحاول نبعد الناس اللي كيكون عندهم أفكار سلبية في الحياة ديالهم اللي كيقدروا يأثروا عليا سلبًا في واحد الوقيته اللي كيكون أنا عندي فيها التوتر طالع، حيت خصنا نعرفوا ملي كيكون التوتر طالع فكنكون أكثر قابلية على استقبال المعلومة السلبية كذلك، واللي كتقدر تأثر عليا. نحاول نخدم على الجسم ديالي، وهنا إلا قدرتوا التمارين الرياضية جدًا مهمة في هذه الحالة، فكتنفعني بزاف إلا كان لا كورتيزول كتطلع بالستريس، فكنقدر نطلع الدوبامين والسيروتونين إلى غير ذلك بالرياضة، بلا زعما ما نلتجئ لشي حلول أخرى. وكذلك علاش لا نقدر نعاون راسي بمكملات غذائية بحال المغنيسيوم إلى غير ذلك، اللي كنقدر نشوف الطبيب المختص ديالي اللي
كيقدر يعاونني في هاد الحويجات. وبطبيعة الحال ملي غيكون عندي واحد المباراة فكنحاول أنني نحيد جميع الحوايج اللي كيقدروا يشوشوني. كل واحد فينا كاين الأمور اللي كيقدروا يشوشوه في اليوميات ديالو، وهنا المشوشات تختلف من شخص إلى آخر، فإلا كنت كنعرفهم وواعي بهم فلا بأس أنني نبعدهم مني من هذيك الفترة حتى كدوز إن شاء الله باش كنكون أكثر قابلية على التركيز. آآ تحية طيبة، شكرًا لمعلوماتِك المفيدة. كيف يمكن التغلب على التوتر اللا إرادي قبل الدخول المباراة الفنية والشفوية رغم التحضير الجيد؟ التوتر اللا إرادي هو ماشي توتر لا إرادي، وإنما هو توتر اللي كيغلب عليَّ حتى يجيني داك الإحساس أنه توتر لا إرادي. فهو توتر اللي عنده بحال اللي قلت من قبل، عنده أفكار سابقة فواحد الفترة معينة، واللي كنآمن بها بشوية بشوية. من نهار اللي كنجتاز ولا نهار اللي كنكون معرّض لاجتياز ديك المباراة، فهادوك الأفكار بحال قلتِ داك التوتر كيفيق عليَّ. فهنا نخدم على الأفكار قبل الاجتياز ديال داك المباراة. فأنا كنقول لكم بأن الخدمة على الأفكار لأن هي بحال قلنا داك الساروت ديال النجاح في التغلب على التوتر. بعد المباريات يكون الطبيب النفسي عضو في لجنة شرعية. ما هي التصرفات التي ينبغي عدم القيام بها؟ من طبيعة الحال كيكونوا بعض الأخصائيين النفسيين أو بعض الأطباء النفسيين اللي كيكونوا في اجتياز المباريات. فهنا خاص يكون عندي منين كون نمشي غادي ندوز واحد المباراة، نعرف بأنني مباراة كتابية أو شفوية، وخاصةً كيكونوا هنا الأخصائيين النفسيين كيكونوا في المباريات الشفوية أكثر، باش كيحاولوا يدرسوا الشخصية ديال هذاك المترشح اللي كيكون في المباراة. فهنا خصني نحاول نخدم على لو طون ديالي، يعني طريقة الكلام ديالي، نخدم على لا فوا ديالي، نخدم على لغة الجسد. فنحاول مثلًا أنا ما كندوزش المباراة مثلًا وأنا كنطرطق في صباعي أولا كنطرطق في عنقي أولا ندير بعض الحركات اللي كتبين أنني متوتر. نحاول كذلك اللغة ديالي تكون لغة متجانسة مع داك الcontext، يعني كنحاول نخدم على الطريقة، يعني داك اللغة الشفوية اللي كنمشي ندوز بها امتحانات اللي هي معروفة عند الجميع. كذلك كنخدم على لو regard ديالي. فإلا بزاف ديال الأحيان كنحاولوا نردوا البال لو regard، واش هذاك الإنسان اللي أونفاس لينا واش كيقدر يشوف فينا ويقدر يشرح بسلاسة أكثر، ولا كيقدر ماشي لا بدا تشرح بسلاسة وإنما تقدر تعطي واحد المعلومة بطريقة أو بأخرى. الطريقة ديال الجلوس، الطريقة ديال الوقاف، مثلا ما يكونوش عندي واحد الحركات اللي كنقوم بهم دي فوا كيكونوا حركات لا إرادية اللي كيبينوا أنني إنسان متوتر. كذلك نحاول نرد البال، نحاول ندير يكون عندي بحال واحد النظام، واحد لا كرونولوجي في الدماغ ديالي اللي كنحاول نمشي عليها. وحتى إلا مشات لي داك لا كرونولوجي سي با غاف، راه غادي ترجع مع الوقت. غير خصني ما نبقاش رادة معاها البال بزاف، لأن ملي كنرد معاها البال بزاف كنبقى مركزة معاها وكننسى الحوايج الاخرين اللي خصني نقوم بهم. هادشي اللي كيوقع اون جينيرال، كنبقى رادة البال مع شي نقطة معينة، عندك نتلعثم، عندك نتلف، عندك دائما ثقافة الاستبدال ولا تقنية الاستبدال. إلا تلفت ماشي مشكل، غنعاود نتراجع ونقدر ما نتلفش. يعني دائما نقدر نقول غنمشي للغة، نقدر نتلف، هذا خطأ يمكن ماشي خطأ، حالة نقدر نطيحوا فيها، أي واحد فينا يقدر يطيح فيها. ما كيعنيش إلا تلفت أنني ما غنقدرش نتدارك ولا أنني إنسان غير فاشل. الخيارات العلاجية النفسية والسلوكية المناسبة لمواجهة اكتئاب الفشل. كاين العلاج ما يسمى بالعلاج السلوكي المعرفي أو ما يسمى هي لا TCC، واللي اللي كتعطي نتائج جد فعالة بالنسبة لمواجهة الاكتئاب بصفة عامة، اكتئاب الفشل ولا اكتئاب. وكاين اكتئاب ما نقولوش اكتئاب الفشل، وإنما كيكون اكتئاب اللي جاي من هاد مع الأسف من هاد الثقافة ديال الفشل. فالعلاج السلوكي المعرفي، وبعض الأحيان كنلتجؤوا للأدوية، ولكن خاص ديك الساعة كنخليو الأخصائي النفسي هو اللي كيقدر يحاول يقول واش غادي نديروا علاج سلوكي المعرفي ولا غادي نحاولوا نتطرقوا له من ناحية ديال كل ما هو دوائي، العلاج الدوائي. ولكن بصفة عامة العلاج السلوكي المعرفي كيعطي نتائج أكثر. خاص غير الشخص يكون متقبل هذا العلاج السلوكي المعرفي ويكون تايق في العلاج السلوكي المعرفي أنه كيعطي نتائج مزيانة. وملي كنقولوا تقبل العلاج فهو نصف العلاج.
السلام عليكم، شكرًا دكتورة. عافاك. عندي مشكل التسرع في الإجابة، كنحس دماغي مبلوكي بهذا المعناش اللي يخليني نتسرع باش دغيا ندوز امتحان. طبعًا هذا حاجة كتكون بزاف لالا حسنة هذه اللي قالت لي هذا التسرع في الإجابة، فهذا كيكون بطبيعة الحال كيكون مشكل عند بزاف ديال الناس اللي كيقول لك خصني نزرب دغيا باش نمشي. هذاك لو فيت الفكرة بعدا اللي كتجي أنني خصني نزرب باش دغيا ندوز امتحان، فهذاك الفكره اللي كتراودني قبل فهي كتخليني كنبغي نزرب، وملي كنبغي نزرب كنبقى نقدر نقول شي مواضيع اللي ماشي هما اللي كنكون يمكن موجداها قبل، اولا ماشي افكار اللي كنكون انا مقتنعه بها قبل. فهذا كيخليني السرعه في الاداء كتخليني كنفقد التركيز وكنفقد القدره على الانتباه، لان الانتباه فهو كيطلب مني مجهود اكثر من القدره على التركيز، فما كنبقاش منتبهه اكثر، يمكن مركزه ولكن ما منتبهاش، وكيخليني ما كنكونش ما كنوصلش داك لوبجيكتيف اللي بغيت نوصل له في اللغه ديالي. فهنا خصني نخدم على يمكن تشوف اخصائي في الميدان ديال تطوير المهارات في الامتحانات الشفويه اللي غيقدر تعلمي مهارات في الاجتياز ديال الامتحانات الشفويه. وهذا امر اللي ما كيطلبش حصص كثيره بزاف، خص كل واحد غير واعي. بما انك واعيه بهذا المشكل، فاذا خدمتي على المهارات ديالك والتقويه ديالها فما غادي تكون نتيجه ان شاء الله مزيانه. Comment changer nos idées à propos des jurys pour diminuer le stress. Oui, ملي كندخلوا في ان جوري دائما حنا كنردوا البال لو جوري كي ان فاس دو نو، وكنبقاو عندنا افكار على داك لو جوري كيفاش كاين، واش مزيان، واش شي واحد فعندنا افكار مسبقه على ود جوري. انكور اون فوا ملي كنكون داخل وعارف راسي عندي واحد التسلسل فكري، واحد التسلسل دماغي، وتايق في القدرات ديالي وعارف لي بوين دو فيبليس ديالي، فتنظن انني ما غاديش نتاثر اكثر بلو جوري ولا بالناس اللي كيكونوا اون فاس ليا. تو سامبلومون شونجي لي زيدي، تو سامبلومون غادي نحاول نشوف ناس دوزو قبل، نستافد من الناس اللي دوزو وحاولوا يتخطاو هاد التحديات ولا هاد الصعوبات. فهنا عافاكم النصيحه اللي غنقدر نعطي الناس اللي يجتازوا المباريات، فنحاول نسمع افكار عديده، لان بزاف ديال الناس غالبا كتسمعوا الناس اللي كيكونوا دوزوا ويمكن ما تخادوش في داك المباريات، فكيعطيوكم افكار اللي كتكون كتزيد تعطيكم توتر اكثر. فماشي لابد داك الشخص يمكن حيت ما نجحش في داك الشفوي يمكن انا قدرت انا ندخل ونقدر ننجح، ونقدر الا ما نجحت انا ما كيعنيش ان المشكل في الجوري ولا المشكل في انا كشخص. يعني كوم بحال اللي قلت قبيله سي اون توت بوتيت سالاد، خصني نحاول نلقى المشكل بالضبط فين كاين، نحاول نخدم عليه ونتجاوزو، ونقدر الا بغيت نبدل الفكره ديال الجوري فانا قلت لكم نشوف افكار اخرى، نحاول نعرف شنو هي ثقافه لو جوري بعدا، ونعرف شنو هما لي بوين ا ترافايي ملي كنكون انا في الشفوي. خصني نعرف عندك لي بوين اسونسيال، وهذه الاساتذه كيتكلفوا بها بزاف ملي كيهضروا لكم على الشفوي، شنو هما الاخطاء الشائعه اللي ما خصنيش ندير، شنو هما لي بياج اللي ما خصنيش نطيح فيهم. يعني ملي كندخل بريباري وكندخل عندي واحد لا كرونولوجي في الدماغ ديالي، فهذا كنظن انه يعاونني اكثر اني نركز اكثر على راسي ونركز اكثر على شنو كنقول، عوض ما نبقى نركز في الانسان الاخر. شكرا جزيلا دكتورة. مرات يخونني التعبير عن فكرة معينة أمام اللجنة علما أنني أكون على علم بالإجابة. طبعا لأن هنا بحال اللي قلتي كيخونك التعبير، لأن يمكن وانت كتهضري عندك أفكار كيكونوا كيراودوا الدماغ ديالك اللي هي أفكار سلبية اللي كتراودك. ما عرفتش الأفكار بالضبط، لأن هنا كل واحد والأفكار ديالو، هنا خصنا نجرد الأفكار، لأن شتو التوتر يمكن لي ناخذ جوج ولا ثلاثة ديال الأشخاص كل واحد والأفكار اللي عنده متعلقة بالتوتر، فهو كيكون اعراض بحال تقريبا، وانما هذوك الاعراض بحد ذاتها هي كتختلف من شخص الى اخر، لان على حسب الفكره المسبقه اللي كتكون عندي ملصقه في الدماغ ديالي بالنسبه لهذا الشيء ديال التوتر. فإلا قدرت نخدم على يعني التدريب ديال مثلا انا الا خديت المثال ديال الشفوي فغنقدر نجرب راسي مع هذاك الاستاذ اللي غنقدر نحاول نتدرب معاه، نحاول نهضر ملي نكون مع راسي نقدر ندير سكون ابل لا تكنيك اللي معروفه بزاف عند الناس اللي كيدوزوا الشفوي، لا تكنيك دو ميغوار، نحاول نشوف راسي كيفاش كنقدر كيفاش كنتفاعل، كيفاش كنهضر، كيفاش يعني هادو داخل في التقنيات التدريبيه اللي غنقدر نخدم عليها شويه بشويه. وغنحاول كذلك الخدمه على الافكار اللي قلت قبل واللي حاولت نطرق عليهم باش نقدر يكون عندي نتيجه احسن.
نخدم على الصوت وي كيتسمى لا voix vibrator كتكون بزاف عند الناس اللي كتكون عندهم داك لا voix اللي كتكون شوية فيها واحد التذبذبات اللي كتبين لي أنني إنسان متوتر، ولكن شي باس كبير ما كاين، إلا كنت غنقدر نخدم وأنا عندي هذيك لا voix متوترة، المهم أنني نكمّل في المعلومة يعني في داك الشفوي مثلًا، يعني c'est pas grave يعني كيكون un symptôme علاش كيكون عندي هذاك لا voix qui vibre un peu ولا ديك لا voix اللي فيها شويه ديال التذبذبات، لان الجسم ديالي بحال اللي قلت قبيله كنخرجوا من واحد لا زون دو كونفور، دونك كيحاول يعطيني بعض ردود الفعل باش كيبلوكيني، فإلا قدرت نتجاوزها بلا كونتينيتي أنني نكمل في هذاك لاطاش واخا كنحس بداك التوتر، يعني نحاول ناخذ نفس يعني إلا بغينا هنا نهمدوا هذاك لا فوا نحاول ناخذ نفس عميق ما فيهاش عيب نتعلم كذلك مع نشوف المختصين يعلموني الطريقه ديال التنفس الصحيح في هذاك الوقيته ديال المباريات الشفويه، فلا باس انني هادشي حنا الطفل اذا كانوا اخصائيين نفسيين في لو جوري هادشي كنامنوا به، وبالعكس كنعطيو له قيمه اكثر ان واحد الشخص الى ماشي مشكل ياخذ واحد القسط ويتنفس ويقدر يكمل هذاك يعني لو ديسكور ديالو. وخصكم تعرفوا بان الناس اللي كيكونوا في لو جوري فهما كيكونوا عارفين وواعيين بان راه لوغال ولا الشفوي راه كيكون فيه واحد النوع من التوتر، غير داك النوع من التوتر خصو ما يجتاش واحد ولا ما يدوش واحد الحده معينه. اما الا توترت في الاول فهذا جد طبيعي وعادي وماشي هو اللي غيخليني ما نقدرش ننجح. فنقدر هنا نقول لكم نقدر نخدم على لو ديسكور ديالي لو كونتوني ديالي، يعني واش داكشي اللي كنقول واش فيه واحد النوع من لا كاليتي، واش فيه واحد النوع من التجانس الفكري، واش فيه واحد النوع من التجانس يعني واحد فوالا لا كرونولوجي، يعني يكون شي متجانس مع شي. هذا يعني غنخدم على اونكور اون فوا لو سافوار فير لو سافوار اتر، بغض النظر ان صوتي كيطلع صوتي كيتفيبري او الصوت او الكلمات ديالي يمكن كتخرج متلعثمه في بعض الأحيان، ماشي مشكل خصني غير نكمّل باش نقدر نتجاوز هادشي اللي أنا فيه. شكرًا جزيلًا على النصائح القيّمة، شكرًا لكِ ربيعة. كيف نعمل على بناء كيف نحمل الفكر الإيجابي حاضرًا في حياتنا بشكل كبير؟ فالفكر الإيجابي الفكر الإيجابي هو بحال اللي درت عليه قبيله، يعني خصني نحاول بغض النظر على هاد الصعوبات خاص يكون عندي فكر إيجابي، يعني إلا نجحت مزيان وإلا ما نجحتش حتى هي مزيان، ونقدر إلا ما نجحتش اليوم نقدر غدا ننجح، وإلا نجحت اليوم خصني نطوّر من المهارات ديالي. عاوتاني كاين واحد الحاجة أخرى اللي كتقدر تفشلني شي شوية، تفشلني بطريقة غير مباشرة، وأنا ملي كننجح في واحد المباراة صافي كنقول أنا ساليت، أنا وصلت، أنا نجحت. فالثقافة الإيجابية هنا هي أنني واخا ننجح خصني نطوّر من القدرات ديالي وأنا غادية مع مرور الزمن وأنا كنطوّر في قدراتي. تاني حاجة اللي مهمة بزاف، وإلا ما نجحتش ماشي مشكل غنتعلم وغنقدر واحد النهار غنوصل. فهاد الثقافة الإيجابية خصنا نكونوا متأكدين أن ملي كنفكر إيجابيًا فكنعيش في الإيجابية وكيجيوني أفكار إيجابية وكنحاول نخدم على راسي بكل إيجابية، وكنشري راحتي النفسية وكنشري راحتي الجسمية والجسدية. وإلا خممت بطريقة سلبية اوتوماتيكمون غنآمن بداك الشيء السلبي وغنعيشو لأنني كنآمن به. إلا قلت داك الحاجة ما غنقدرش نديرها راه فعلًا الدماغ ديالي غيعطيني ان ميساج على عدم القدرة بالفعل. ولكن إلا كنت جاني إحساس بعدم القدرة وجاوبت بإيجابية، حيت بما أنني كتجيني فكرة سلبية الدماغ ديالي قادر أنه تجيه فكرة إيجابية. ما تقولوش ما قادرش الدماغ قادر، وإنما الفكرة نتوما كتآمنوا بالأفكار السلبية فكيخليني إلا آمنت اليوم بفكرة فيها واحد غدا غتولي عندي 2 أفكار، غدا غيوليو عندي 3 والأفكار غادية وكتراكم. ماشي عيب أنهم يجوني أفكار سلبية، ماشي عيب أنني نحس بأحاسيس سلبية، وإنما العيب شنو هو أنني نخلي هادوك الأفكار غادية وكتراكم عليَّ بدون يعني ما ناخذ بعين الاعتبار الإيجابية في الأمر. يعني ما نجحت ماشي مشكل، ما قدرتش ندوز لوغال ماشي مشكل، يعني ما قدرتش اليوم غنقدر غدا، ولا ما قدرتش غدا غنقدر الشهر الجاي. فيعني كنعطي لراسي واحد لا مارج ديال يعني واحد الأهداف ما إلا ما حققتهمش اليوم غنقدر نحققهم في واحد المدة معينة. نشوف شنو صارت. كيف يمكننا الانشغال في ليلة خاصة كيف يمكننا الاشتغال في ليلة خاصة أنه الوقت الذي أستطيع التركيز فيه أكثر، في نفس الوقت كيف يمكنني أن أحمي نفسي من تأثيرات السلبية على الجسد والنفسية؟ سهيلة، نعم كاينين الناس
اللي بحال اللي قُلت قبيلة اللي عندهم كيقدروا يستوعبوا يعني يكون عندهم استيعاب المعلومة في الليل أكتر، فهنا ما نأنبش ضميري، إلا كنت مثلًا غنقدر نوجد واحد المباراة وكنقدر نستوعب المعلومة في الليل، من طبيعة الحال أن النوم يعني لا كاليتي ديال النعاس في الليل ماشي لا كاليتي ديال النعاس في النهار، وإنما الطبيعة ديالك دايرة بحال هكا، فهنا التعامل بإيجابية جدًا، فغنحاول هادوك الوقيته اللي كنقدر كنوجد المباريات ديالي قبل، فكنحاول نعاون راسي بمكملات غذائية، كنحاول نعاون راسي بتمارين رياضية، كنحاول نعاون راسي بأكل صحّي باش نقدر ما يكونش عندي واحد تأنيب ضمير كبير، يعني كتحاولي بحال قلتِ كتحاولي ت ت ت ت تعوّضي هذاك النوم ديال الليل، يعني كنحاول نعوّض الجسم ديالي بصفة غير مباشرة وماشي مشكل نقدر نبريباري هذيك المدة معيّنة، ومن بعد ملي كننتج المباراة ديالي كنقدر نرتاح وكنرجع لو ريتم ديالي ديال النعاس أكتر، فهنا النصيحة اللي غنقدر نعطيك هو أنِّك إلا كنتِ كتخدمي في الليل ماشي مشكل ما تأنبيش ضميرك خدمي واستيعبي المعلومات ديالك لأن عندك الطرق ديال الاستيعاب في الليل، فنقدر نقول لك هنا بأن النهار ديال لا في ديال المباراة فحاولي أن يكون عندك واحد النوم متوازن وما تحاولي ديك الليلة ما تخدميش فيها في الليل وحاولي ترتاحي أكتر، واخا ما غتنعسيش بكري إلا ما قدرتيش تنعسي ولكن au moins ما تعطيش لا surcharge cognitive في داك يعني ما تحاوليش تعطي تطلبي من الجسم ديالك واحد المجهود معرفي أكتر من اللي هو قادر عليه، خاصةً في الليلة ما قبل الامتحان. Heu, des conseils pour nos gestes, langage corporel le jour de l'oral. كنظن أنني نقّصت بعض الأسئلة. Alors, est-ce que le café favorise plus le stress? Oui, le café il favorise le stress. Donc الناس اللي كيكون عندهم اللي كيكونوا عُرضة للتوتر أكتر، بحال دابا الناس اللي كيكونوا عندهم des terrains anxieux يعني كيكونوا عندهم الهلع اللي هو أكتر من التوتر وهذا كنهضروا عليه حالة نفسية أخرى، فكنحاولوا أن في هذاك الوقيته اللي كيكون عندهم مثلًا مباريات أولا بعض الضغوطات نفسية معينة ولا بعض اليوميات اللي كيكون فيهم ضغط، en général في هذاك الوقيته اللي كيكون عندنا واحد الحاجة مهمة غادي ندوزو لها كنعيشوا فيها واحد الفترة من التوتر، فكنحاولوا نقصوا من لا كافيين، كنحاولوا نقصوا من المشوشات كلهم الغذائية، بحال اللي قلت قبيله أتاي ولأن أتاي حتى هو فيه لا كافيين، أتاي، قهوة، الماكلة اللي كتكون فيها حرورة أكتر اللي كتقدر الجهاز الهضمي ديالنا كتهيجو أكتر، فمن طبيعة الحال أن لو كافي il favorise le stress surtout في واحد الوقيته اللي كنكونوا حنا أصلًا عندنا une période favorisante ديال le stress. التعامل مع la procrastination oui la procrastination بحال اللي قُلت قبيلة أنني غنحاول ندير واحد البرنامج غنمشي عليه، فهنا غنعاون راسي أنني مثلًا اليوم غنقرا 5 ديال الدقايق، غادي نمشي ندير رياضة 10 دقايق، غادي نخرج نتغدى في 20 دقيقة وغادي نرجع، فغنحاول أنني كل سيمانة مثلًا ندير واحد l'objectif معيّن، هنا الناس اللي عندهم la procrastination النصيحة اللي غنعطيكم ما ديروش يعني أهداف كبيرة بزاف، نحاول ندير des micro petits objectifs وغنخدم على كل سيمانة إلا خدمت على un objectif جديد، فهذا خصني يعني واحد النتيجة اللي واحد العمل اللي يقام له ويُقعد، صافي خدمت un objectif غادي يعطيني ثقة في النفس أكتر غتعطيني قابلية أنني غندوز لواحد l'objectif آخر. فالناس اللي عندهم la procrastination il faut pas accompagner la procrastination يعني ما خصنيش نواكب هادوك الأفكار ديال la procrastination يعني إلا عندي غنعكز على هاد الحاجة اليوم حتى الغدا داك le laisser aller فكنحاول ندير واحد البرنامج فيه أهداف صغيرة جدًا كنسطر عليها صغيرة جدًا باش تكون عندي قابلية أكتر لمواجهة الصعوبات والتحديات الكبيرة. Comment pouvons-nous gérer la procrastination? C'est bon, je crois que c'est répondu. Merci infiniment pour les conseils précieux. Merci beaucoup. Des conseils pour des conseils pour nos gestes, langage corporel le jour de l'oral. Oui, le langage corporel est très important بحال اللي قُلت قبيلة، نحاول أنني هذا راه كاين بزاف ديال les podcasts كيهضروا على اللونغاج ديال اللونغاج non verbal، خصنا نرد البال من اللونغاج non verbal surtout حيت كاين بعض الأحيان نقدر ما نتكلمش وإنما بعض لغة الجسد ديالي كتخوني، فمثلًا كاين بحال اللي قُلت قبيلة الحركات الإرادية اللي كنقوم بهم أو كنطرق صبيعاتي أولا مثلًا نقدر ندخل بالمسكة مثلًا النهار ديال الشفوي حيت كاين بعض
بعض الناس اللي كياخذوا المسكة باش كتقدر تهبّط التوتر ديالهم، هي واحد طريقة فعّالة لبعض الناس، طريقة سهلة وإنما ما كنقدرش نولج بها واحد المباراة شفوية. كاينين الناس بحال اللي قُلت من قبل كيطرطقوا يديهم، كاين ناس كيقوموا بحركات ديال داك les va et vient داك المشي وهُما واخا هُما كيكونوا كيتمشاو مي كيديروا حركات اللي كتقدر داك الشخص اللي كيكون en face ليه في الجوري كيفقد التركيز ديالو، كيقدر يبروفوكيني بعض الأحيان باش يقدر يكالمي هذاك لي جيست ديالي نون فيربو، دي فوا كتقدر تزيد عوض ما كتكالما، فخصني نرد البال كذلك لهاد نكون متفقة عليهم أكثر. إلا كنت عارفاهم فكندخل ما كنديرهمش، غير نحاول نسول ونتفقه ونسول ذوي الاختصاص باش نحاول هذوك الأخطاء الشائعة في اللغة ما نديرهمش. ما رأيِك باستخدام الأدوية المخصصة لتخفيف من التوتر وهل تكون مناسبة في جميع الحالات؟ الأدوية المخصصة لتخفيف من التوتر فكاين أنواع كتيرة، كاين الأدوية اللي كيعطيها لنا الأخصائي، وكاين الأدوية اللي كنقدروا المكملات الغذائية اللي كنقدروا ناخذوها. فالمكملات الغذائية لا بأس أنني لو كنت في الوقيته ديال التوتر نقدر مثلًا لأن الناس اللي عندهم مشكل ديال النوم يقدروا يلتجؤوا مثلًا للمكملات الغذائية تيب ميلاتونين مثلًا، اللي هو كنعرفوا بأن الميلاتونين هو هرمون ديال النوم كيكون عندنا حنا كاملين في الوقيته اللي كيجينا النعاس، كيقدر ينقص مع العاج ولا كيقدر ينقص فاش كيكون عندنا التوتر. فإلا قدرنا نعاونوا راسنا بهذه المكملات الغذائيه لا باس ماشي مشكل، غير خاص يكون عندنا استشاره اما الطبيب اما هذاك الصيدليه اللي كنمشيو ناخذوا من عندها، كناخذوا واحد لا كاليتي زوينه ديال داك الميلاتونين او لا كاليتي زوينه ديال المغنيسيوم. وملي كناخذ المغنيسيوم خصني غير نحاول ناخذه بالطريقه الصحيحه. واما الا كنت كناخذ ادويه والطبيب ديالي المختص عطاني ادويه باش كتعاونني يمكن حيت عندي واحد الحاله ديال الهلع معينه ولا سكون ابي لي تروبل اونكسيو جينيراليزي اللي كنقدر ولا بدا خصني التدخل طبي دوائي فكناخذو، ولكن ما كنقطعوش الا باستشاره طبيه وما كنحبسوش الا باستشاره طبيه. فما فيها باس الا خديت مكملات وما فيها باس الا خديت ادويه كذلك. لي دو سوفال ماشي مشكل. هاد الاخطاء اللي عندنا حنا ديال الدواء اللي كيدير ادمان اولا ما خصنيش ناخذو، فاذا كان طبيب مختص فغنقدر ناخذ الدواء وغنقدر نقطع الدواء مع الاستشاره الطبيه وتحت اشراف طبيب مختص. ما كيكون عندي حتى شي مشكل وحتى شي مانع لا من الصحه النفسيه ولا من الصحه الجسديه، يعني ما عندوش تاثيرات وخيمه بحال اللي كاين هاد الافكار شائعه من غير ان خص يكون عندي تدخل طبي مهم جدا. هل بفضل التركيز على هدف واحد مثلًا مباراة واحدة أو عدة مباريات في نفس الوقت بمجهود مضاعف، فأن يُفضّل التركيز هو إلا قدرت نحاول نركّز على هدف واحد مثلًا في مباراة واحدة ولا عدة مباريات ما كنكرهش إلا ركّزت على مباراة واحدة أو لا كنحاول نركّز على هدف معيّن، ولكن إلا خدمت قبل وخدمت بكري فكيمكن لي نجتاز مباريات عديدة وكنكون خادمة على راسي قبل، ولكن إلا شفت راسي إنسان كنتوتر بزاف أولا مثلًا ما وجدتش لهادوك المباريات الآخرين وغادي نولي خادم 3 د المباريات وحتى واحد فيهم ما غنخدمو مزيان، فأنا كنفضّل أنني كنحاول ناخذ المباراة الأكثر يعني اللي قريبة بزاف ليّا وكنحاول نخدم عليها، هي ولا وحدة أخرى مثلًا نقدر نخدم على 2 على حسب كل واحد و les capacités ديالو، نحاول نخدم شحال ما خدمت على واحد الحاجة معيّنة شحال ما كتكون النتيجة أكثر. وإلا بغيت نجرّب الحظ ديالي ونقدر ندوزهم ب3 وغنكون مآمن بواحد الفكرة ديال غنخدم على هذه مزيان غندوزها والآخرين غادي نديرهم en plan B، نقدر نجيبهم نقدر ما نجيبهمش ودي فوا نقدر هادوك اللي غندوزهم عادي نقدر نجيبهم والاخرى اللي خدمت عليها نقدر ما نجيبهاش. فهنا encore une fois خصني نحاول نخدم بحال اللي قلت من قبل، نخدم على دائما البلان A والبلان B، غنمشي بفكرة أني نقدر ندوز ونقدر ما ندوزش، وإلا ما دزتش ماشي مشكل غنخدم على راسي بحال اللي قلت من قبل. هل دكتورة من فضلِك هل التحدث قبل المباراة مع المرشحين شيء جيد أو بالعكس؟ فهنا إلا النصيحة من عندي إني غادي نمشي للمباراة نحاول أنني نبقى concentrée على هذاك الشيء اللي خدمت عليه من قبل، حيت ملي كنجتاز واحد المباراة كنكون عندي درت واحد الخدمة كبيرة، واحد الجهد كبير قبل المباراة، فكنكون شادة الاختصاص عاونوني في الكتابي، عطاوني المعلومات في الشفوي، يعني كندخل بواحد الفكرة. دونك كاين بعض الأحيان نقدر نتلاقى في ناس عندهم أفكار سلبية في هذاك النهار المباراة، يعني جاي يمكن ما موجدش، يمكن إنسان كيستريسي أكثر من القياس وكيعطيني واحد l'élément un peu perturbateur أفكار اللي كتقدر تشوش عليَّ. هادو ما بين المشوشات اللي هضرنا عليها قبيلة وسولني عليها ال 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 شي الشخص من الأشخاص اللي معايا هنا. فما بين المشوشات هو أنني خصني نبعد، من الأحسن أنني نبقى مكونسونطري على راسي ونبقى منتبه لراسي أكثر ومركّزة على راسي أكثر ونحاول ندخل ندوز داك المباراة ديالي بلا ما نبقى، لأن داك الوقيته ما عندي فاش يفيدني أنني نعرف بعض المعلومات اللي تقدر تأثّر عليَّ سلبًا. إلا وجدت راسي وخدمت على لي بلان A وبلان B اللي قلنا قبيلة، ما كننصحش أنني نهضر مع المرشحين قبل المباراة. Merci pour les informations, avec plaisir. Je suis diagnostiquée avec un OCD des pensées.
avec le stress notamment dû au concours, ça me surmet surtout la peur d'échouer. فالناس هنا qui sont diagnostiqués le conseil que je peux te donner على كنزة c'est de faire un suivi rigoureux ويكون المختص معاك يعطيك بعض التقنيات كاين تقنيات عديدة اللي تختلف من شخص إلى آخر مع الأسف حنا في الصحة النفسية ما كاينش طريقة واحدة كاين طرق متعددة واخا سي ان CD مي يعني الطرق تختلف على حسب الشخص وعلى حسب لو كونتكست ديالو على حسب لونفونس ديالو على حسب لاكtualité ديالو على حسب هما ولا بيرسيبسيون ديالو الطريقة باش كيشوف الأمور الخارجية والداخلية فكنصحك بالتدخل للأخصائي اللي متبعة معاه اللي دار لك الديagnostic واللي غيقدر يعاونك أكثر باش تقدري تجاوزي هذا ما كيعنيش إلا عندي ان CD ما كيعنيش أنني ما غاديش نقدر نتجاوز الأمور ديالي ولا ما غنقدرش ننجح ولا ما غنقدرش ندير مباريات كاين ان بوتي بروبليم ماشي مشكل غنخدم عليه وغنقدر نعيش حياة طبيعية موازية ما فيها حتى شي عيب. Madame, toujours le stress me perturbe à point que ما كنمشيش ندوز لي كونكور جو دي جو في ايشوي دونك بلا ما نمشي فوالا هذه اللي هضرنا عليها قبيله ديال الفكره ديال صافي ما غاديش ننجح ما كنمشيش ندوز وهذاك اون ابيل سا ان ميكانيزم دو ديفونس اللي هو لا فويت يعني الهروب من الواقع ملي كنهرب من الواقع دائما نهار ديال المباراه غادي نحس بنفس الاحساس باش قلت لكم قبيله خصني واخا نحس بتوتر خصني نمشي لديك المباراه ونصبر على هذوك لي سونساسيون ولا الاحاسيس اللي كيكونوا فيا اللي ماشي زوينه بزاف ولكن سي ان مال بروغرام يعني نحاول انني نمشي بالرغم من الاحساس الشديد اللي كيكون عندي اللي هو ما زوينش بزاف ولكن ماشي مشكل اللي كيعطيني واحد القابليه اكثر في لا كونتينيتي الا صبرت عليه اليوم غنحس اليوم ب 80% يمكن المباراه الجايه غنحس ب 50% يمكن المباراه اللي موراها غنحس ب 40% ويمكن الا تقبلت في هذوك المباريات النهار اللي غندوز لوغال غادي نكون اكثر قابليه على تدويز لوغال ويمكن النهار اللي غنخدم غادي نكون اكثر جرأه على انني ندير لي زورو ديالي ولا لي بريزونطاسيون ديالي فخصني نحاول ما نبعدش من الواقع ونمشي واخا نقول جو في ايشوي ماشي باس كبير ما كاين نقدر نمشي وبالطبع جو في ايشوي نقول شتي ما كانش عليا كان جاتني الفكره كون غير ما مشيتش سي با غراف خصني ما ننجحش باش نقدر ننجح شكرًا دكتورة روزين على كل نصائح والتوجيهات، بارك الله فيك، شكرًا جزيلًا لكم. في حالة الدراسة في الليل ما هي نوع الفيتامينات التي يمكن أخذها؟ المغنيسيوم، نحاول المغنيسيوم نقدر ناخذ مغنيسيوم في الليل ونقدر الصباح كذلك نشوف الطبيب المختص ديالي، غالبًا غيكون عندكم أطباء مختصين اللي كيتبعوا الحالات ديالكم، جينيراليست يعني الطبيب المختص للعائلة اللي غيقدر يعطيني فيتامينات ناخذهم الصباح والمغنيسيوم نقدر ناخذه في الليل، فهذا كيعاوني واحد في الاسترخاء والنوم، وواحد غيعاوني في يعني ناخذ تكون عندي طاقة أكثر في اليوميات ديالي سورتو ملي كنكون إنسانة كنخدم في الليل بزاف. كيف يمكن تجاوز الضغط الذي يؤدي إلى الأرق في النوم؟ هو هذا اللي هضرنا عليه قبيلة فهنا كيمكن لي إما نقدر نعاون راسي بأدوية ونقدر نعاون راسي بالخدمة على الأفكار ديالي اللي هضرنا عليهم قبيلة لأن مع الأسف التوتر أولا الضغط بصفة عامة النفسي فهو كيأثر لنا على الماكلة ديالنا وكيأثر لنا كذلك على النوم فهو كيحاول ملي كتكون عندنا نعقلوا جميعا أن ملي كيكون لو ستريس ولا ملي كيكون التوتر داك لوغمونطاسيون دو كورتيزول كتهبط المناعة النفسية ديالي وكتخليني ما كناكلش مزيان ما كنعسش مزيان وحتى الا نعست مزيان كتكون عندي لا كاليتي دو سوماي ماشي مزيان يعني كنفيق في الصباح كنفيق عيان كنفيق فيا بحال لي كورباتور بحال ما ناعش مزيان يعني كيتسمى ان سوماي اونتر كوبي يعني ما كنعيش واحد لا بون كاليتي دو سوماي لان التوتر كيغلب عليها شي شويه. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 astuces clés pratiques pour réussir à gérer le stress du jour J? Les 3 astuces pratiques يمكن يكونوا أكتر، فبخلاصة أولا بصفة عامة، فخصني نخدم بانتظام، نحاول نخدم على المباريات ديالي بانتظام ونخدم قبل داك يعني نخدم على راسي قبل ما نخدم المباراة، نطوّر من المهارات ديالي، نآمن بثقافة الفشل مهمة جدًا، ونخدم على تقبُّل الذات وحُب الذات اللي غيخلّيني كنآمن بثقافة الفشل، فهادو les 3 points essentiels اللي غنخدم عليهم يعني كل point فيه واحد النوع من يعني إلا جينا نتعمقوا في كل point غيخلّيني نكون أكثر قابلية لتقبُّل التوتر. ميرسي بوكو شكرًا alors كيفية التعامل مع الانتقادات الذاتية كيف نعزل تقدير الذات كذلك تمامًا، الانتقادات كيخلّوني كناخذ فكرة خايبة على نفسي تمامًا، ملي كتكون عندي واحد الأفكار سلبية فهذا كيكون عندي أفكار سلبية ولكن موازةً مع ذلك كيكون عندي أنا أصلًا عندي أفكار سلبية على راسي، فملي كيقولها لي واحد الشخص آخر يعني هاد الشي il est renforcé كيزيد كيترسخ عندي، فقبل ما نتقبل الانتقادات فخصني نخدم على تقبُّل الذات بحال اللي قُلت قبيلة، باش الانتقادات ما يقدروش يضروني مرة أخرى.
شكرًا جزيلًا ليكم، سُعدت جدًا بالتواجد ديالي معكم اليوم، وكنتمنى أنني نكون قدرت نوصّل لكم المعلومة، وقدرت نكون أقرب للقلب ديالكم. شكرًا جزيلًا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء ديالنا عما قريب. merci beaucoup, merci à vous tous et toutes، وكنتمنى لكم التوفيق في الاجتيازات ديالكم للمباريات، وإن شاء الله إلا ما نجحتش اليوم غننجح غدا، وإلا ما نجحتش ما كيعنيش أنني إنسان فاشل. شكرًا جزيلًا، نهاية أمسية سعيدة وشكرًا لكم.